السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده ان شاء الله هيكون هو الجزء الرابع من حكايه لينج. وما تقلقوش الحكايه ما خلصتش ولا حاجه، بس انا حطيت لكم الجزء ده مع الاجزاء اللي في الاول، لان الحكايه دي الاحداث فيها بتبقى قويه مع الاجزاء المتقدمه، فلو ما كانش في حد شافها يحاول يشوف الفيديو ده على بعضه كده، لان الاحداث بتختلف قدام. وقبل ما نبدا انا عايز اعرفكم على حاجه مهمه وعلى راعي النهارده، واللي هو قناه انمي جيت بلس. مش عايز اوصيكم يعني من ناحيه الدعم والتظبيط معاه، لان الراجل ده كان ساحب على القناه فتره ولسه راجع، فعايزين كلنا كده نروح لهناك ونفجر القناه بتاعته. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت. وبس ما اطولش عليكم اكتر من كده واسيبكم مع الفيديو. سلام. بتبدأ أحداث حكايتنا من مكان فيه مجموعة عصابة، وواحد منهم بيكلم الباقي وبيسألهم إذا كان في حد بعت فيديو الرهاين ولا لسه. بيرد قائد العصابة دي وبيقول له أنت مش لازم تسأل، لأن إحنا بعتنا لكن مفيش أي استجابة، وتقريبا كده مفيش حد فارق معاهم حياة الطلاب دول. في الوقت ده كل الطلاب اللي في المكان بيكونوا خايفين ومرعوبين جدا، لحد ما بيتحرك واحد منهم واللي بنعرف إن اسمه هاو، وبيحاول يروح ويقاتل الناس دول، لكن ساعتها بيتدخل بطلنا لينج لوان وبيوقفه. هاو بيفضل مصر وبيقول له سيبني دلوقتي عشان أقتل الناس دي حالا، بس لينج بيواجهه بالحقيقة وبيقول له للأسف أنت مش هتقدر تقتل الأشرار دول بقوتك الحالية. في الأثناء دي وفي نفس المكان في مجموعة من الطلاب بيتحمسوا وبيقوموا وبيقولوا إحنا خصومنا بس 4 أشخاص، فأكيد لو اتعاوننا كلنا هنقدر نهزمهم. بيستغرب قائد العصابة وبيقول ده أنا أول مرة في حياتي أشوف رهاين بتتصرف بالشكل ده، وبعدها على طول بيبدأ إن هو يستخدم قوته وبيقول لهم أنا لازم أعلمكم الأدب حالا. الطلاب هنا بيكونوا منصدمين من الشكل الكبير اللي الشخص ده بقى فيه، وساعتها صاحبه التاني بيكلمه وبيقول له حاول تخلص معاهم على طول وما تفضلش تقاتلهم لوقت طويل. وفعلا الشخص ده بلكمه قويه بيتحرك وبينزل بيها على اول واحد وبيموته على طول، وبمجرد ما بيشوف باقي الاشخاص الموجودين صاحبهم وهو بيموت بيتحركوا وبيهربوا من المكان فورا. بس واحد من افراد العصابه دول ما بيسيبهمش وبيزعق لزمايله وبيقول لهم اقفلوا كل الابواب دلوقتي ورجعوا كل الرهاين. لينج في الوقت ده بيبقى بيهرب وبيزعق لهاو وبيقول له خلينا نتحرك بسرعه، لكن هاو ما بيكونش عايز يمشي وبيقول له طب وبالنسبه للباقيين؟ وساعتها بنروح للباقيين دول، واللي بيكون الشخص الضخم ماسكهم وعمال بيطارد فيهم وبيمنعهم انهم يهربوا. لينج بيلاحظ اللي بيحصل وبيبدأ يفتكر في الماضي وبنرجع فلاش باك، ووقتها فلينج كان طفل واولياء امور اصحابه كانوا عمالين بيزعقوا له لان هو الوحيد بس اللي رجع من البحيرة عايش باستخدام كرة الانقاذ، وكانوا بيفضلوا يموتوا فيه عشان هو ساب زمايله يغرقوا هناك وما انقذهمش. وقتها لينج كانت اتدخلت وفضلت تعتذر للكل، لكنهم برضه بيكونوا متضايقين. بعد كده لينج ووالدته بيمشوا، وفي طريقهم لينج بيكلم والدته وبيقول لها هو ليه دايما الناس بتلومني كده، وبيفهمها ان كرة الانقاذ اللي كانت معاه دي ما كانتش هتكفيه هو وزمايله ابدا، وبيسالها اذا كان هو كده دلوقتي غلطان عشان انقذ نفسه ولا ايه. نرجع مره تانية بقى للوقت الحاضر، واللي فيه لينج بيكلم هاو وبيقول له انسى الباقي وخلينا نهرب حالا، وبيشاور له وقتها على مكان مظلم كده وبيطلب من هاو يستخبوا فيه احسن. بس اول ما بيتحركوا لبره بيلاقوا ان في شخص غريب موجود وواقف على شجره، لكن لينج بيقدر يتعرف على الشخص ده واللي هو جي فينج، واللي بيقرر ينقذ كل الطلاب. وساعتها كان في شرير بيجري ورا طالب وكان خلاص على وشك انه يمسكه، بس جي كان اتدخل في ثانيه ونط وهجم على الشرير ده وقتله، وبعد كده اختفى. لينج بيفرح من اللي حصل وبيقول لهاو ان الشخص اللي اتدخل ده يبقى من اتحاد يازونيك واسمه جي، وبيعرفه ان هو يبقى بطل كمان ب4 نجوم ومشهور جدا بسرعته العاليه. وبيكمل كلامه وبيقول لهاو هو شكله كان مستني بس فرصه للهجوم عشان يستغل الفوضى دي ويقتل الاشرار بسهوله. وفعلا في الوقت ده جي كان بسرعه رهيبه منطلق ما بين كل الاشرار، وحرفيا كان عمال بيقطعهم زي العجين بالظبط. في الوقت ده هان بيكون عايز يبص على المعركه اللي حاصله، لكن لينج بيداير وشه وبيقول له الاحسن ان احنا ما نتدخلش في حاجه ملناش علاقه بيها، وخلينا دلوقتي بقى نستخبى لحد ما كل الاشرار دول يموتوا. بس فجاه وبعد كده لينج بيلاحظ حاجه وبيستغرب جدا، وهي ان جي حط السيف بتاعه في الجراب بالرغم ان في واحد من الاشرار دول لسه ما اتقتلش. وبعدها بيتساءل اذا كان الشخص الرابع ده مستخبي ولا ايه، فبسرعه بيفضل ينده على جي وبيحذره، لكن بسبب الزحمه والدوشه اللي موجوده فجي مش بيقدر يسمعه ابدا. لينج وقتها بيكون في قمه قلقه، لان لو جي مات فكل اللي في المكان هنا هيعانوا. وفي الاخر هو ما بيفكرش كتير وبيقرر يهرب وخلاص عشان ينقذ نفسه. بس ساعتها هو بيكون متردد لانه بيفتكر كلام اولياء امور اصحابه لما كانوا بيقولوا عليه ان هو اناني. في نفس الاثناء دي بقى جي بيتكلم في الموبايل وبيقول انا خلاص كده انقذت الطلاب كلهم، لكن في اللحظه دي الشخص الاخير بيظهر فجاه من ظهر جي وبيروح مهاجم عليه. ليانج بينتبه عليه فبيحذر جي بسرعه، وبعدها بينط ناحيه جي وبينقذه من الشخص ده. خلونا بس كده نرجع فلاش باك مره تانية لما كان لينج بيكلم والدته، وساعتها هو كان رد عليها وقال لها انا مش اناني ولا حاجه، لكني طلعت بره على الشط بسرعه وطلبت النجده عشان كل زمايلي يعيشوا وابقى انا بطل القصه. في الوقت الحالي بقى
جي بيتم انقاذه، والشخص الاخير ده بيخبط الارض جامد جدا لحد ما بيكسرها. بيتعصب جي ومش بيكون مصدق اللي حصل وان دراعه اتصاب، وبيقول للشخص ده انت جبان جدا. فبيرد عليه الشخص اللي هجمه وبيقول له بالرغم من كل ده فانا كنت هقتلك دلوقتي. جي في اللحظه دي بيفهم ان الاشرار اللي كانوا موجودين كانوا 4 ومش 3، وكمان ان بدون تدخل لينج من شويه فكان زمانه ميت بشكل كامل دلوقتي. في اللحظه دي الشرير بيكون ماسك راس لينج وبيقول له انت عاوز تموت ازاي دلوقتي بقى؟ لينج وقتها بيبقى متاثر ومتصاب جامد، وحرفيا هو مش بيكون قادر يعمل اي حاجه. فبيتكلم جي مع الشرير ساعتها وبيقول له نزل لينج حالا، لكن الشرير ده بيقول له انا عمري ما هسيبه غير لو انت بس رميت السيف بتاعك. جي بيكون متعصب جدا، والشرير ده بيروح مستفزه اكتر وبيقول له انت بطل والمفروض تنقذ لينج اللي كان بيخاطر بحياته من شويه عشانك. وساعتها هو كان عمال بيضغط على راس لينج جامد، وعشان كده لينج بيصرخ من شده الوجع. بيزعق جي وبيقول له خلاص وقف اللي انت بتعمله وانا هرمي السيف ده حالا. وفعلا هو بيروح رامي السيف ده في الهواء، فبيفضل يضحك الشرير وبيعرف جي ان هو غبي جدا، وبيفهمه ان هو دلوقتي وبعد ما رمى السيف فهيقدر ان هو يقتله بكل سهوله. بس في الحقيقه جي هنا هو اللي بيفاجئه وبيمسك السيف قبل ما يقع على الارض وبيهجم عليه بدون اي تردد. الهجوم ده كان قوي جدا وبيقطع ايد الشرير حرفيا، وبالاضافه لكده فبينزل على لينج كمان، وبسببه فلينج بيكون مصدوم من اللي حصل وبيروح واقع على الارض. ساعتها جي بيبص له وهو واقع على الارض كده وبيعتذر له وبيقول له في الحقيقه انا كان لازم اقتلك عشان اقدر انقذ عدد اكبر من الناس، وعموما ما تقلقش لان اكيد الكل هيفضل يحكي عن بطولاتك. وفي الاخر بيروح مودعه وبيقول له اتمنى انك تركض بسلام. بيكمل في طريقه بعدها عادي جدا ولا كأن في اي حاجه، وبيكمل المنظمه اللي هو فيها وبيعرفهم ان في طالب مات دلوقتي وبيطلب منهم يخبوا الموضوع ده باي طريقه. في الاثناء دي لينج بيبقى خلاص هيفقد حياته وهو مش قادر يستوعب اللي حصل، وبيفضل يتساءل اذا كانت دي هي طريقه تعامل ابطال بايزونيك واذا كان ده جزء اساسا على مساعدته ليه. وبيقول لنفسه انا متاكد ان جي ده كان ممكن يتصرف باي طريقه وما يقتلنيش بدون تردد زي ما عمل من شويه. في نفس الوقت ده بره صاحب لينج واللي هو هاو كان عمال بيدور عليه في كل مكان، وبرضه كان في شويه طلاب كانوا عمالين بيدوروا على زمايلهم، لكن بيتكلم شخص وبيطمنهم وبيعرفهم ان في بطل جوه من بايزونيك هينقذ كل اللي موجودين. نرجع مره ثانيه بقى اللينج واللي بيكون خلاص بيموت وبيقول لنفسه انا ما كانش ينفع العب دور البطل ده ابدا، لكن فجاه بشكل غريب وبعد ما بيموت بتظهر رساله من النظام للينج وبتقول له انت دلوقتي نجحت في الاختبار، وبتعرفه ان هو حاليا عنده فرصه للانعاش، وكمان بتساله اذا كان عاوز يعيش ولا لا. بيمر الوقت معانا والاخبار بتنتشر وبتقول ان في 4 اشخاص هجموا على مدرسه، لكن جي قدر ان هو ينقذ 200 طالب. وساعتها صوره جي دي بتظهر في الاخبار وهو بيقول ان واجبه الاول والاخير هو حمايه كل المواطنين. في اللحظه دي شهره منظمه بايزونيك بتزيد والكل بيفضل يهتف باسم جي في المكان. نرجع مره تانية هنا بقى اللينج، وتحديدا لما كان شاف رساله الانعاش دي وبيفهم منها ان ممكن كده يبقى عنده فرصه تانية عشان يعيش، فعلى طول بيقبل وبيفعلها. ولما بيعمل كده النظام بيعرف لينج ان عمليه الانعاش بدات وبيبدا يظهر برق وبيخبط في جسم لينج بيفوق على طول وبيفتح عينه، وبعد كده بتظهر هالات خضراء على الجروح اللي في جسمه واللي بتقوم جاي مع الجبل كامل. وبعد كده النظام بيتكلم مع لينج وبيقول له دلوقتي عمليه الانعاش انتهت خلاص، وكمان بيقول له انت حاليا اخدت مهاره الامتصاص، وبيعرض عليه اذا كان عاوز يفعلها ولا لا. لينج ما بيبقاش فاهم ايه المهاره دي وبيستنتج انها مش هتاذيه في حاجه، فبيقوم جاي مفعلها. وبعدها بيبدا ان هو يقف وبيتساءل مع نفسه بقى لو كان هيقدر ينتقم من جيل اللي كان اذاه ولا لا. وهنا لينج بيتعصب بكل قوته وبيقول انا هقتله مهما حصل، وفعلا هو بيجري عليه وقت ما كان بيتكلم في الموبايل وبيروح نطط وبيعضه. جي بيصوت جدا من كتر الوجع، وساعتها عمليه الامتصاص بتبدا انها تحصل، وبسببها فبتظهر للينج مهارات جي قدامه، والنظام بيعرفه ان هو دلوقتي يقدر يختار مهاره واحده بس منهم. جي في الاثناء دي اساسا بيكون مستغرب ان لينج لحد دلوقتي لسه عايش، فبيمسك سيفه وبينطلق وبيكون خلاص على وشك ان هو يضربه، لكن النظام بيخلي لينج يستخدم مهاره خطوه الظل بتاع جي، وعلى طول بيفضل يتحرك وبيتفادى في هجماته. بس لان لينج ما كانش عارف يستخدم المهاره فهو ما بيقدرش يتوازن وبيقع على الارض. وفي الوقت ده النظام بيظهر له وبيقول له ان كده تم امتصاص المهاره بنجاح. لينج بيكون في قمه صدمته ومش بيبقى مصدق انه قدر يستخدم مهاره خطوه الظل بتاعه جي. في اللحظه دي جي كان مكمل وبيهجم على لينج وبيقول له انا شكلي كده قللت من شأنك لانك بتقدر تستخدم مهاراتي برضه. بينصدم لينج اكتر من كلام جي ده لانه ما كانش متوقع ان هي مهارته الحقيقيه فعلا، بس بعدها هو بيكمل في استخدام المهاره عشان يحاول يهرب من جي باي طريقه. وفي النهايه ولان جي هو الافضل فبيقدر يمسكه وبيقرب منه وبيكون خلاص هيغرز السيف ده في جسمه. وقتها جي بيصرخ وبيقول انا هتاكد ان انا هموتك بقى المره دي، لكن فجاه بتيجي الصدمه في وش جي لما بيلاقي ان حصل خلل في الدي ان ايه بتاعه. وفي نفس الوقت ده فلينج كان لسه مغمض عينه وهو بيكون زعلان لانه ملحقش يعيش حتى، لان هو يفتحها بالتدريج وبيتساءل لو كان مات خلاص ولا ايه. بس المفاجاه انه لما بيفتح عينه بيلاقي نفسه عايش وجي ما عملوش حاجه. بعد كده جي بيرفع السيف وبيحطه في الجراب بتاعه. لينج طبعا وقتها بيستغرب خالص ومش بيكون فاهم هو ليه ما هاجموش دلوقتي، بس الموضوع ما بيطولش يعني لان الاجابه بتيجي من النظام واللي بتقول له ان المهاره الثانيه اتفعلت ودلوقتي انت حصلت على
اول عبد ليك. وهنا جي بيقف قدام لينج وبيروح مناديه بلقب السيد. لينج بيبقى حاسس هنا ان النظام بيهزر وان اللي قاله ده مش حقيقي، بس النظام بيشرح له وبيقول له مهاره الامتصاص اللي عندك قادره انها تخليك تنسخ اي مهارات من الهدف، اما مهاره التلاعب بتاعه النظام نفسه بقى فدي بتغير في جينات الهدف وبتخليه يتحول لعبد. لينج بيكون منبهر لانه عمل كل ده عن طريق عضه واحده بس مش اكتر، وبيقول لنفسه انا كده لو عضيت كل الناس اللي في العالم فانا هكون ملك العالم كله. وبعدها بيبص لجي وبيفضل يشتمه عشان كان عايز يقتله، فبيرد عليه جي وبيناديله بسيدي وبيروح معتذر له. بيتضايق لينج وبيقول له اوعى تناديني باللقب ده تاني، وبعدها بيوجه له سؤال وبيقول له انا عايز اعرف انت ليه كنت بتقتل الاشرار اللي هنا من غير ما تحط اي اهتمام لحياه الطلاب العاديين. بيرد عليه جي وبيقول له طبيعي ان يموت عدد كبير جدا من الابرياء عشان نقدر بس نتخلص من الاشرار في الاخر. لينج بينتبه ان الاجابه دي كانت من غير اي تردد، فبعدها بيروح سأله مره تانية اذا كان كل اللي موجودين في بايزونيك زيه كده ولا ايه. بيرد جي وبيقول له انا في الحقيقه ما عنديش اي معلومات. في الاثناء دي لينج بيكون عايز يتاكد ان جي بيطيعه فعلا، فبيقول له لو انت كنت كده ايه رايك انك تقتل نفسك دلوقتي. بيرد جي بشكل مفاجئ وبيقول له تمام ما عنديش مشكله. لينج بيكون منصدم وجي بيسحب السيف وبيحطه على رقبته عشان يقتل نفسه، بس بسرعه لينج بيزعق له وبيأمره يقف دلوقتي وما يقتلش نفسه ولا حاجه. بيقف جي فعلا وبيسمع كلامه، ولينج بيفهم كده ان جي طلع هيطيع كل اوامره فعلا شبه ما النظام كان بيقول، فبيروح مكلمه وبيقول له عموما انا هعفو عن حياتك دلوقتي لكن برضه انا لازم اخد حقي منك. وهنا بيروح مطلع موبايله وبيقول له اقلع البنطلون حالا عشان اقعد اصورك فيديو. بيسمع جيل كلامه على طول وبيقلع البنطلون وحتى بيكمل على الهدوم الداخليه، لكن بسرعه لينج بينصدم وبيزعق له وبيقول له البس هدومك الداخليه. وبعدها بيفضل بقى يخليه يعمل حركات مهينه زي البنات بالظبط وبيصوره عشان يبقى يفضحه في الاخر. لينج بيفضل يضحك من الموقف ده، ولما بيخلصوا بيطلب منه يلبس هدومه دلوقتي، بس في اللحظه دي في بنت بتقطع اللي بيحصل وبتيجي في المكان. بيبص لها لينج ومش بيكون عارف دي تبقى مين، بس البنت دي بتتكلم وبتنادي على جي وبتقول له انت شكلك اتاخرت قوي فعشان كده اطمن عليك. بس في لحظه لما بتشوف شكله ده مع لينج بتستغرب وبتفهمهم غلط على طول. بيزعق لينج بسرعه لجي وبيأمره ان هو يلبس كل هدومه دلوقتي، والبنت دي مش بتبقى مستوعبه هو ايه اللي بيحصل بالظبط، ولينج بيستنتج انها اكيد عضو في بايزونيك. بتبص البنت لينج وبتقول له يا ريت تروح بيتك دلوقتي عشان كل اهلك هناك قلقانين عليك. بيسمع لينج كلامها بس قبل ما يمشي بيأمر جي حاجه اخيره، وهي ان بكره هيتعمل سبق صحفي ولازم جي يقول كل الحقيقه. بيوافق جي على كلامه بسرعه، والبنت دي طبعا بتستغرب اكتر واكتر. بعد كده لينج بيطلع بره وبيلاقي ان امه وبقيه الطلاب لسه موجودين، فبينادى عليها عشان يعرفهم ان هو عايش، ولما بيشوفه هو بيفرح جدا وبيطمنوا هما الاتنين عليه. نرجع مره تانية بقى لوقتنا الحالي وقبل ما جي يبدا السبق الصحفي، وساعتها البنت اللي كانت معاه بتوقفه وبتطلب منه ان هما يتكلموا شويه بس، فبيلتفت عليها الصحفي وبيقول لها انت دلوقتي معكيش غير 10 دقايق عشان السبق هيبدا. بيلتفت جي للبنت دي وبيقول لها انت عايزه ايه، فبترد عليه البنت دي وبتقول له انا مش عايزه حاجه بس كنت حابه اسالك بس اذا كان الولد اللي معاك امبارح ده كان معجب ولا ايه. بيرد جي عليها وبيقول لها اعتقد ان الموضوع ده ما يخصكيش باي شكل من الاشكال، بس صاحبته بتفضل مصره وبتقول له انا فضوليه شويه وبتطلب منه يوريها بس النص اللي هيقوله في السبق الصحفي. في الاثناء دي بيتغير المشهد معانا وبننتقل لعند مدرسه لينج واللي فيها الاستاذ بيشرح حاجه عن الجاذبيه، وفي نفس الوقت ده فالنظام كان ظاهر للينج وبيقول له انت عشان مهاراتك تتفعل فانت هتحتاج 50 نقطه، وبيجيب له مجموع النقط الحالي اللي عنده واللي بيكون 0. ساعتها لينج بيستوعب الموضوع وبيفهم ان كده مهاره الامتصاص اللي اكتسبها دي مش دايمه، وان المره اللي فاتت كانت حاله خاصه مش اكتر، وبيفضل يفكر في اكتر من حل مع نفسه بقى عن ازاي يقدر يجمع النقط دي، لكن بعد شويه هو بيبدا يزهق وبيتمنى بس ان النظام يفهمه ازاي يجمع النقط، وكمان هو بيحس وقتها انه جعان جدا. في اللحظه دي هو بيقاطع تفكيره وبينده عليه، فبيبص له لينج وبيقول له انت عايز ايه، بس فجاه الاستاذ هو اللي بيجي وبيرد وبيروح خبطه على راسه. بيتعصب لينج ساعتها لانه بيعرف ان هاو كان قاصد يعمل كده عشان الاستاذ يخبطه، وهنا الاستاذ بيكلم لينج وبيقول له قوم لي دلوقتي بقى وقول له كل الكلام اللي انا لسه شارحه حالا. لينج ما بيكونش عارف يرد عليه وبيقول له في الواقع انا مش قادر افتكر اي حاجه بسبب الحادثه اللي كانت حصلت امبارح، وبيقول له هو ازاي اصلا امبارح كان حاصل حادثه كبيره هنا في المدرسه ودلوقتي احنا جايين كأن مفيش اي حاجه حصلت. بيرد عليه الاستاذ وبيطمنه وبيقول له مفيش حد هنا قلقان من حاجه لان حراسه بايزونيك زادت في المدرسه بشكل كبير، وبيفكر لينج في الاخر ان باقي بس شهرين على ما الامتحانات تبدا. بيسمع لينج كلامه وبيروح باصص له وبيقول له انت متاكد انها كانت حادثه فعلا ولا لا، وبعدها بيفكر شويه وبيقول له المدرسه المفروض يكون عليها حراسه لمده 24 ساعه، بس الغريب ان الاشرار دول كانوا هاجمونا في فتره التبديل واللي كانت بتاخد وقت اقل من 20 دقيقه، وحاجه زي دي فهي غريبه جدا لان الميعاد بيتغير كل يوم واللي عارف المواعيد بس يبقى الاساتذه. بيتدخل في الكلام ده واحد من اصحاب لينج وبيروح سائل لينج اذا كان قصده كده ان المدرسين هم اللي مسؤولين عن الهجوم اللي فات. بيرد لينج عليه وبيقول له انا اكيد ده مش قصدي، بس زميله بيفضل مصر وبيقول له ان مفيش معنى تاني غير كده. في اللحظه دي الاستاذ بيخبط لينج على راسه وبيفهمه ان دي تبقى حصه فيزياء ومش نقاش للمؤامرات، وبيطلب منه يقوم دلوقتي بقى ويرجع لورا خالص في
الصف. ساعتها صاحب لينج بيفرح من اللي حصل له، اما لينج فبيكون متغاظ وبيبقى عاوز ان هو يضربه ويعلمه الادب. وفجأة وبشكل غريب النظام بيظهر وبيدي لينج نقطة عشان الاستاذ ده زعق له. لينج بينصدم ومش بيستوعب ان ممكن ياخد نقط فعلا بالطريقة دي. وبعد شوية كده بيمر الوقت معانا والحصة دي بتخلص، ولما بتخلص هاو بيكلم لينج وبيسأله اذا كان في حاجة واجعاه ولا ايه، فبيزعق له لينج وبيعرفه ان هو جعان جدا وبيطلب منه يجيب له اي حاجة ياكلها دلوقتي. على الجهة التانية كان في مجموعة من الاشخاص بيتكلموا مع الشخص اللي ضحك على لينج ده، وبيقولوا له ده انت لو كنت موجود بس في وقت الحادث فانت كان زمانك هزمت كل الاشرار اللي كانوا هنا، وكمان بيقولوا له احنا معتمدين عليك لانك تبقى امل بايزونيك الجاي. بينبسط الشخص ده جدا وبيقول انا دايما هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اساعد الناس. بيكلم لينج بعد كده وبيقول له انا سمعت انك كنت عاوز تهرب وتسيب زمايلك من غير ما تساعدهم. بيبص باقي الطلاب للي بيحصل وبيقولوا احنا سمعنا الكلام ده برضه. وفي اللحظه دي النظام بيظهر للينج وبيروح مديله 10 نقط بسبب كلام زمايله. هاو في الوقت ده بيبقى متعصب بسبب الكلام اللي بيتقال على صاحبه، فبيروح مزعق للي اسمه وانج تيان عشان هو اللي كان السبب. بيرد وانج عليه وبيقول له انصحك انك تبعد عن لينج لانك مش فاشل زيه وما تستحقش انك تكون معاه. فبيتعصب هاو اكتر من الكلام كده وبيروح مهدد وانج انه هيزعله. بيفرح وانج من اللي حاصل وبيقول له يعني ده معناه انك هتضربني دلوقتي ولا لينج هيتدخل وهيساعدك. وبعدها بيكمل وبيقول له عموما ما تتعبش نفسك لان مفيش اي حد في المدرسه كلها يقدر ان هو يضربني. بس فجاه لينج بيصدم الجميع وبيروح ضارب وانج بالقلم على وشه على طول. القلم ده بيبقى جامد جدا لدرجه ان هو بيعلم على وش وانج، وكمان النظام بيروح مدي لينج 5 نقط على اللي عمله. ساعتها لينج بينصدم وبيستغرب جدا لانه باللي حصل ده فهو دلوقتي اتاكد ان الحاجات السيئه بس هي اللي بتكسبه نقط في النظام. بس بالرغم من كده لينج بينبسط لانه برضه ممكن يكسب النقط عن طريق شويه كلام مش اكتر. في اللحظه دي طبعا وانج بيكون على اخره من القلم اللي اخده، فبيكلم لينج وبيقول له افتكر كويس ان انت اللي بدات. وبعدها بيبدا يجمع في ايده قوه برق ذهبي وبيستعد عشان يضرب لينج، لكن في لحظه وبشكل سريع لينج بيقوم جاي مستخدم الخطوه الخفيفه وبيقدر يتفادى هجومه. وانج بيتضايق اكتر وبيقول للينج انت كده مش هتهرب مني، وبيروح جاي مستخدم كف البرق. كل الطلاب وقتها بيكونوا قلقانين جدا من اللي بيحصل، بس في ثواني لينج بياخد هاو من الفصل وبيروح هارب بيه على طول. بعد مرور فتره من الوقت لينج بيروح المطعم عشان ياكل بسبب انه كان جعان، وهناك هاو بيجي له وهو متعصب جدا من اللي حصل، بس لينج بيقول له انا ما كنتش اقصد ان انا اضربه اصلا بالقلم. وهو بيقول لنفسه بس في الحقيقه انا عملت كده بسبب النظام مش اكتر. في الاثناء دي صاحب المطعم بيكون متضايق لان لينج اكل كتير جدا لوحده، وبسبب كده فلينج بياخد نقاط برضه. بعد كده هاو بيقعد ياكل معاه وبيساله عن اللي هيعملوه دلوقتي بعد ما قاموا باهانه وانج قدام الجميع. بيرد عليه لينج وبيقول له ببساطه هنبقى نهرب بس اول ما الحصه الاخيره تخلص، ولحسن حظنا ان بكره هيكون اجازه بسبب نهايه الاسبوع. هاو ما بيكونش مقتنع وبيقول للينج ده انت كده هتبقى محتاج تهرب طول عمرك من وانج كل ما تشوفه. وهنا بيغير الموضوع بسرعه وبيروح مقترح عليه لو يخش اختبار فناني للقتال، لكن لينج ما بيهتمش للموضوع وبيرفض الفكره دي. بس هاو ما بيرضاش وبيقول له انت اقوى مني، ولو انت ما كنتش عايز تخش بسبب الجرعات فانا ممكن اخلي عيلتي توفر لك كل الجرعات اللي انت عايزها. لينج بيقاطعه وبيقول له يا ريت ما تتكلمش في الموضوع ده، وطالما الفلوس مش فارقه معاك كده فروح ادفع انت ثمن الاكل كله. وبعدها بيروح شارح له يعني ان الجرعات دي ثمنها غالي جدا مش زي ما هو فاكر، والاولى ان عيلته تحتفظ بالفلوس. في اللحظه دي لينج بيفكر شويه وبيقول انا فعلا عايز القوه بس لحمايه نفسي مش عشان الشهره ابدا. وفجاه هو بيفتكر ان دلوقتي هو ميعاد السبق الصحفي، فبيطلب من صاحب المطعم يديله الريموت حالا. صاحب المطعم بيرفض بس لينج بيهدده وبيقول له انت لو ما اديتليش الريموت فانا هاكل كل الاكل اللي عندك. وهنا صاحب المطعم بيتضايق، ونتيجه لكده بقى فلينج بياخد نقط كمان. وبالاضافه لكده فهو بياخد الريموت وبيقوم جاي فاتح على السبق الصحفي، ولما بيفتح بيشوف الاخبار وهي بتقول ان جي فينج كان قام بقتل الاشرار اللي هجموا على المدرسه. لينج ساعتها بيكون مركز قوي وبيبقى مستني ان الكل يعرفوا حقيقه جي. وفي اللحظه دي الصحفي بيلتفت جنبه وبيرحب ببطل بايزونيك، وطبعا كل الكاميرات كانت جاهزه وعماله بتصوره وهو داخل، لكن في الحقيقه اللي بيدخل في الاخر هي بتكون زميله جي، وده اللي بيخلي لينج يستغرب جدا. بتتكلم البنت دي وبتعتذر عن حضور جي وبتفهم الكل ان هو اتصاب اصابه خطيره جدا في قتاله واتنقل للطوارئ. كل الطلاب اللي في المطعم وقتها بينصدموا من كده، وحتى هو كمان بيكون مصدوم وبيقول ان اكيد الاصابات دي داخليه لان جي كان شكله كويس جدا من بره. بس لينج بيبقى عنده راي مختلف وبيقول لنفسه انه متاكد ان جي ما اتصابش باي حاجه وكل اللي كانت فيه كانت عباره عن خدوش مش اكتر. وفي اللحظه دي النظام بيبعت انذار للينج وبيقول له ان العبد اللي اسمه جي فينج مات دلوقتي خلاص. طبعا لينج لما بيعرف كده بينصدم اكتر ومش بيكون مصدق. وفي الوقت ده وفي الشاشه صاحبه جي كانت مكمله كلامها وبتطلب من الكل ان يدعوا له بس بالشفاء. وهنا لينج بيفتكر اللي حصل وبيفتكر انه كان امر جي يعترف بالحقيقه في السبق الصحفي عن المنظمه بتاعتهم، ودلوقتي هو بيفهم بقى اللي حصل وبيقول انهم اكيد قتلوه عشان ما يقولش اي كلمه سيئه عن المنظمه بتاعتهم. بعد كده لينج بيرجع البيت وبيحاول يطمن نفسه وبيقول انا متاكد ان لما زميله جي دي شافتني كانت الدنيا ضلمه ووشي كان مليان دم اساسا، وعموما يعني هي لو كانت عرفتني فعلا فكانت
كان زمانها دلوقتي قدامي. بيكمل مشي في البيت وبيبقى خايف ان المنظمه دي تعرف حقيقه مهاراته عشان هيقتلوه في وقتها على طول، وبيقرر ياخد حذره كويس جدا وكمان يبقى يبعد عن طريق وانج لانه من المنظمه. بعدها بيطلع للصاله وبيسال والدته عن الاكل النهارده. بتلتفت والدته عليه وهي متوتره كده وبتقول له تمام انا هجهزه دلوقتي. لينج بيستغرب وبيبقى حاسس ان في حاجه غريبه في تصرفاتها، وفي اللحظه دي وفجاه باب الشقه بيفضل يخبط جامد، فما بيفكرش لينج كتير في اللي بيخبط لانه بيبقى متاكد انها جارتهم السمينه اللي بتيجي على طول. وفعلا لما بيفتح الباب بيلاقي انها قدامه وبتصرخ له وبتقول له هي والدتك استثمرت فلوس قد ايه. لينج بيبقى مصدوم هنا ومش فاهم قصدها عن ايه بالظبط. وفي نفس الوقت ده وعلى جهه تانيه بنشوف ان في مظاهرات قدام مصنع شوان للادويه، والسبب في كده بيرجع لانه مدير المصنع سون كان نصب على ناس كتير جدا وهرب بكل فلوسهم بعيد، ولكن منظمه بايزونيك كانت ادت تعويضات قليله للمستثمرين، بس برضه كان في جزء ما خدش فلوس وده اللي بيكون واقف في المظاهرات ومش عايز يمشي. بترجع الجاره تتكلم مع ام لينج وبتفكرها انها استثمرت ب100,000 ودي تبقى هي كل ثروتهم. ام لينج هنا بتنصدم من الوضع اللي هي فيه وبتفضل تعيط لان كده كل فلوسهم راحت على الارض. اما الجاره فبتفضل تضرب نفسها بالقلم وبتقول انا اللي غلطانه اساسا لما نصحت ام لينج تستثمر فلوسها عشان تشتري جرعه لابنها. وبعد كده الجاره دي بتمسك لينج وبتقول له امك كانت استثمرت فلوس كتير جدا لانها كانت قلقانه عليك وقت حادثه المدرسه، وكانت مقرره ان هي تشتري لك جرعه في المستقبل عشان تبقى بطل في منظمه بايزونيك. لينج بيزعل جدا هنا لما بيعرف اللي والدته كانت بتعمله عشانه، بس الجاره بتحاول تهدي الموضوع وبتطبطب عليها وبتقول لها في ناس كتير اتنصب عليهم برضه اكيد هياخدوا تعويضاتهم هم كمان، وبتعرفها ان اللي بيعملوا مظاهرات بيقولوا ان هم مش هيمشوا من المكان هنا غير لما ياخدوا كل فلوسهم كامله. في الوقت ده لينج بيسيبهم وبيتحرك وبيستأذن من والدته وبيقول لها انا هخرج بره شويه. بترد عليه والدته وبتقول له انت رايح فين؟ فبيرد عليها لينج وبيعرفها انه هيقابل هاو مش اكتر. وبعد كده لينج بيطلع من البيت وبيروح لعند المكان بتاع المظاهرات، وهناك زعيم المتظاهرين بيتكلم معاهم وبيقول لهم احنا لازم نعمل جدول زمني لمظاهراتنا عشان المكان ده ما يفضاش. في الوقت ده لينج بيكون وصل وبيقف قدام سور المصنع، وبعدها بينط منه وبيخش وبيروح لعند اوضه المدير وبيقول لنفسه اعتقد ان انا ممكن الاقي اي مستند او حاجه اقدر ارجع بيه الفلوس. بس لما بيدخل لجوه وبيفضل يقلب في الاوضه كلها هو مش بيلاقي اي حاجه خالص. وفجاه لينج وهو هناك بيسمع صوت خطوات حد، فبيلتفت وبيسال مين اللي هنا. بيرد عليه الشخص ده وبيقول له انا مجرد زميل مش اكتر. وبعدها بيسال لينج ازاي قدر يدخل للمكان هنا. بيبص لينج كويس للراجل اللي بيكلمه وبيكتشف ان ده يبقى هو زعيم المتظاهرين، وبيعرفه ان هو كان نط من على السور واتسلل لهنا عشان يمكن يلاقي اي حاجه تساعدهم. بيفهم زعيم المتظاهرين كلامه وبيروح مبتسم للينج، بس في الحقيقه هو بيطلع متضايق لان النظام بيظهر وبيدي اللينج نقطه وبيقول له ان ليو بين مش معجب بيك. لينج في اللحظه دي اول ما بيعرف اسم الشخص اللي قدامه بينصدم جدا، ده حتى من كتر صدمته هو بيقوم جاي قايل اسمه بصوت عالي، وللسبب ده فزعيم المتظاهرين بيستغرب وبيقول للينج انت ازاي عرفت اسمي؟ لينج ما بيردش لانه النظام بيكون قال له ان ليو بيكرهك ومش بيكون فاهم سبب الكره ده. وبعدها بيكلم ليو مره تانية وبيقول له طب انت ازاي عرفت تدخل؟ فبيجاوبه ليو وبيقول له انا تسللت للمكان زيك بالظبط. في الوقت ده لينج كان مقرر مع نفسه انه يتكلم اكتر عشان يتاكد من شكوكه في ليو، فبيروح مزعق وبيقول له ان لازم صاحب المصنع ده يتعاقب هو وكل اللي كانوا بيساعدوه. وبيكمل وبيقول له انا عايز انتقم واقتل المدير ده هو كمان. ليو هنا بيتضايق اكتر والنظام بيزود نقط تانية للينج بسبب زياده كره ليو ليه. وفي اللحظه دي لينج بيروح مشاور عليه بسرعه وبيساله اذا كان يبقى من اتباع المدير سون. ليو بيتوتر من السؤال وبيقول له على فكره انت بتقول اي حاجه، بس الحقيقه النظام هنا بيقول ان كره ليو بيزيد وبيزود نقطتين للينج. وفي اللحظه دي لينج بيتاكد ان ليو كان بيمثل على الكل عشان يثقوا فيه، وبعدها يخش لجوه لهنا ويدمر اي ادله موجوده. بيحاول ليو يصلح الموضوع وبيقول له انت لو ما كنتش عارف فانا ابقى السبب الحقيقي في المظاهرات اساسا عشان ارجع للناس اللي بره دي كلها حقوقها. لكن لينج هنا ولانه كان جمع 50 نقطه فبيستخدم مهاره الخطوه الخفيفه وبيروح لافف حوالين ليو، وساعتها هو بيروح جاي مستخدم مهارته وبيعض ليو على طول. ليو وقتها مش بيكون عارف لينج بيعمل ايه وبيصرخ من شده العضه، وبعدها وزي ما احنا عارفين فبتبدا تتفعل مهاره الامتصاص بقى وقدرات ليو بتظهر قدام لينج. بيقعد لينج يفكر في مهاره منهم وبيكون محتار ما بين مهاره التمثيل ومهاره الكذب، لكن في النهايه يعني هو بيستقر على انه ياخد مهاره التمثيل. في الوقت ده ليو بيكون متعصب جامد وبيقول للينج انت لازم تعرف ان انا هقاضيك بسبب العضه دي لانها سببت لي اضرار نفسيه وجسديه كبيره. لكن هنا ولان بيبقى عدى 5 ثواني على العضه فليو بيهدى شويه وبنشوف في الاخر ان هو بقى عبد عند لينج. بيبدا لينج يجمع المعلومات بقى، هو بيسال ليو عن سبب تمثيله لدور الضحيه، فبيرد ليو وبيقول له ان الموضوع ده ليه 3 فوائد وبيقعد يشرحهم له. لكن لينج بيوقفه وبيطلب منه يبطل كلام دلوقتي وبيأمره ان هو يكتب كل الجرائم دي في ورقه وبعد كده يوديها لمخبأ سون. المشهد بيتغير معانا في الوقت ده وبنروح لعند فندق ياوشي واللي فيه المدير سون بيبقى قاعد وماسك حجر روحي من الفئه بي، وبيعرف البنت اللي معاه بان الحجر ده ثمنه 150,000 وون وانه يبقى سر قوه منظمه بايزونيك. البنت بتنبسط جدا وبتقرب من الحجر عشان تلمسه، لكن سون بيبعد الحجر
بيتاخر عنها وبيعرفها انه مستحيل يتخلى عنه مهما حصل. فبترد البنت عليه وبتقول له انت طلعت بخيل جدا، وبتساله اذا كان هيفضل مستخبي طول عمره كده من الناس ولا ايه. بيجاوبها سون وبيقول لها لا، لان بعد كام شهر بس فكل الناس اللي هنا هينسوا الموضوع اساسا، وساعتها فانا هخرج براحتي، وحتى ممكن اراهنك على ان مفيش اي حد هيقدر ان هو يوصل لي لهنا، خصوصا لان انا مشغل 6 حراس معايا ومحدش من المستثمرين الفقراء دول هيقدر يجتازهم. بس الصدمه هنا بقى ان لينج وليو اساسا بيقدروا ان هم يوصلوا للدور اللي سون قاعد فيه. ليو وقتها كان لسه عبد اللينج فبيفضل يرشده على الطريق. ساعتها الحراس بيكونوا مستغربين من وجود لينج في المكان فبيبصوا له وهم غضبانين جدا. لينج بيكون خايف منهم في الاول، لكن لان ليو معاه فبيكلم هو الحراس وبيعرفهم ان لينج يبقى تبعه. وبعد كده بيوصل ليو عند باب وبيخبط على اوضه سون وبيعرفه ان هو موجود بره دلوقتي. بيجاوبوا سون على طول وبيسمح له بالدخول، وبعدها بيسال ليو اذا كان قام وتخلص من كل المتظاهرين ولا لسه. لينج في الاثناء دي بيبدا يقرب من سون وبيفضل يفتكر في عياط والدته. سون في اللحظه دي لما بيشوف لينج بيستغرب وبيقول لليو انا كنت طلبت منك قبل كده ما تجيبليش فقراء لهنا تاني، وبيقول للينج امشي انت دلوقتي بس وانا هديلك 200 يوان. لينج في الوقت ده بيبقى في قمه عصبيته فبيضرب سون لكمه قويه جدا في وشه وبيروح شتمه. سون من اللكمه دي بيقع على الارض والبنت اللي معاه بتفضل تصوت وبتطلب النجده. الحراس بيسمعوا صوتها وبيقولوا هو ايه اللي بيحصل بالظبط، فبيطلع لهم ليو وبيفتح الباب وبيقول لهم مفيش حاجه بتحصل، بس يا ريت ما تجوش لهنا بس غير لما انا انده عليكم. نرجع تاني بقى لسون اللي بعد ما بياخد الضربه دي بيسال لينج عن هويته، ما بيردش لينج عليه وبيروح مكمل عليه ضرب بلكمات كتيره جدا في وشه وبيفضل يشتمه. ومع كل ضربه كانت بتحصل فلينج كان بيزيد في النقط بسبب ان سون كان عمال بيكرهه. الحراس بيكونوا سامعين الاصوات دي وبيبقوا فاكرين ان سون بيستمتع جوه مش اكتر، بس في الحقيقه سون كان متدمر تماما وكان بيتوسل في لينج بس ان هو يبطل ضرب وبيكون مش عارف يتكلم. بيقرب لينج من سون وبيقول له انا عايز اعرف دلوقتي فين مكان فلوس المستثمرين. بيرد سون عليه وبيقول له هي مش معايا لان انا استخدمتها في صنع حجر روحي. لينج بيضربه بالقلم على وشه تاني في ثانيه وبيقول له انت ازاي عندك الجرأه انك تضيع كل الفلوس دي على حجر ملوش اي لازمه. بس سون بيحاول يهديه قبل ما يضربه تاني وبيعرفه ان الحجر ده مختلف تماما عن اي حجر وكمان اصلي. لينج ما بيكونش مصدق وبيقول له ده انا كل الاحجار اللي شفتها في حياتي ما كانتش اصليه وعمري ما شفت فيهم حجر واحد اصلي. وبيكمل في كلامه وهو عمال بيشتم في سون وبيفهمه انه كان ممكن يقدر يكسب فلوس بطريقه شريفه. وهنا بتيجي لينج فكره وهو انه يحاول يستحوذ على المهاره اللي عند سون عشان يدور بنفسه على احجار ويجيبها. بس لما بيقرب من سون عشان يعضه ويعمل مهاره الاستحواذ النظام بيظهر للينج وبيعرفه ان النقاط مش كافيه دلوقتي لتفعيل المهاره. بيتضايق لينج لانه دلوقتي كده هيبقى محتاج نقاط، وبيلاحظ دلوقتي ان موقفه صعب لانه ما بيكسبش اي نقط زياده من ضرب سون، وكمان هو مسيطر على ليو بشكل كامل فمش هيقدر يكسب منه اي نقاط، وعشان كده فما بيكونش قدامه غير البنت دي اللي يقدر يأذيها لكنه ما بيرضاش يعمل لها حاجه. بيلتفت لينج وبيكلم ليو وبيساله اذا كان الحراس اللي بره من منظمه بايزونيك ولا لا، فبيرد ليو وبيقول له ان هم مش من المنظمه دي لكنهم حراس اقوياء جدا وتعينوا بواسطه سون عن طريق الفلوس. بيتحمس لينج لانه دلوقتي جاله فكره انه يجمع نقط منهم، فبيكلم ليو وبيقول له انا عايزك تطلع وتطرد كل الحراس دول وتعرفهم ان انا هاخد مكانهم. ليو بيكون مستغرب من الطلب وبيسال لينج لو كان متاكد من طلبه، فبيرد لينج وبيقول له انا متاكد وكمان عايزك تكلمهم بشكل وقح وانت بتطردهم. بيخرج ليو لبره فعلا وبيسمع كلامه وبيعرف الحراس ان هم اتطردوا لان لينج اللي كان معاه من شويه اخد مكانهم كلهم. الحراس طبعا بيتعصبوا جامد جدا من كده، وليو بيكمل وبيقول لهم ان لينج مش ضد وجودكم ولا حاجه لكنه شايف انكم مزعجين شويه مش اكتر. نرجع مره تانية لينج بقى واللي بيلاحظ الحجر الروحي وهو جنبه، لكن لانه مش بيبقى عارف ان ده الحجر اساسا فبيروح وبيمسكه وبيبدا يتفحصه. سون بيكون قلقان جدا ان الحجر يحصل له حاجه فبيزعق للينج وبيقول له على فكره اللي معاك دي مجرد حته ازاز بس وانت هتكسرها مش اكتر، لكن لينج بيطنشه وبيفضل ماسك الحجر ده وبيركز فيه وبيحس بنفس الاحساس اللي حصل له لما مر بعمليه الانعاش، وكمان بيحس ان هو جعان جدا دلوقتي وعاوز ياكل اي حاجه قدامه، وبيتساءل مع نفسه لو كان هيكتسب قوه كبيره لو اكل الحجر ده وهيبقى بطل ولا ايه. وفي الوقت ده هو بيحس ان الجوع زاد اكتر واكتر وبيبقى شايف الحجر اللي قدامه كانه فرخه بالظبط، وعلى طول هو ما بيفكرش كتير وبيبلع الحجر ده وبياكله. سون هنا بيفضل يصرخ لان دلوقتي كل الفلوس اللي صرفها ضاعت على الارض. اما لينج فطاقته بتفضل تزيد وبتظهر هاله حواليه كبيره جدا، وساعتها لينج بيستوعب بقى وبيعرف المعنى الحقيقي لقوه الاحجار الروحيه الاصليه. بس فجاه وفي اللحظه دي واحد من الحراس بيقطع احساسه وبيخبط الباب وبيخش الاوضه. لينج بيبقى مستغرب مين اللي دخل، ولما بيبص بيلاقي ان كل الحراس حرفيا دخلوا الاوضه وبيكونوا ضاربين ليو وبيسالوا عن اللي بيحصل في المكان هنا. في الوقت ده بنرجع بالماضي شويه وبنعرف ان الحراس دول يبقوا من شركه شتا للحراسه، واللي معروف عنها انها شركه بيتم استخدامها للحمايه لانهم مرتزقه سابقين وكمان اقوياء جدا. سون بقى كان راح للشركه دي قبل كده وعرفهم انه شغال في اعمال خطيره ومحتاجهم وكمان عينهم باعلى الاسعار، لكن المفاجاه في الوقت الحالي بقى ان سون بينصدم بسبب ان لينج اساسا كان هزمهم كلهم بكل سهوله، ووقتها هو بيقعد يصرخ في مكانه وبيتساءل ازاي كل ده حصل.
حصل. لينج هو كمان ما بيكونش عارف ازاي ده حصل، لانه برضه بيبقى مبهور بقوته ومهارة الخطوة الخفيفة، وبيلاحظ لاول مرة انها تنفع في الهجوم كمان حتى ضد الاشخاص الاقوياء جدا. بيبص بعد كده على النقاط بتاعته وبيلاقي ان هم وصلوا لحد 72 نقطة، وفي الاثناء دي سون لما بيشوف قوة لينج الرهيبة بيروح مكلمه وبيقول له انت اكيد من منظمة بايزونيك، لكن لينج بيرد عليه وبيقول له المنظمة دي ما تخصنيش، بس انا متأكد ان انا هبقى اسوأ كوابيس ليهم. في الوقت ده سون كان مرعوب قوي لان لينج كان عمال بيقرب منه عشان يعضه، وفعلا بعد كده هو بيعضه والنظام بيجيب ان تم السيطرة على العبد الثالث واللي هو سون برضه بيبقى عمال بيعيط لان صبعه اتعور، وبيطلب من لينج يروح يجيب له ضمادة دلوقتي، لكن لينج بيزعق له وبيقول له انت ازاي بتكلمني كده، وعلى طول سون بيتعدل وبيعتذر له. بعد كده سون بيروح لعند ليو وبيفضل يتعامل معاه بشكل طبيعي جدا، وحاجه زي دي فبتخلي لينج مبسوط لان العبيد بتوعه مش دومه بس، لكنهم بيتعاملوا بشكل طبيعي وفي النهايه بيطيعوا اوامره مش اكتر. في اللحظه دي مهاره السيطره بتبقى بتتطور عند لينج، فبينتبه لينج لده وبيتساءل عن ايه اللي ممكن يكون زاد فيها، وبعدها على طول بيلاقي ان في نقط بتزيد عنده بسبب ان الناس عماله بتكره في سون. لينج بينصدم وقتها لان النقط دي كانت عماله تزيد بشكل جنوني جدا، فبيصرخ فجاه من كتر الفرحه، وبعد شويه النقط بتاعته بتوصل لحد 1063 نقطه. وقتها لينج بيفهم وبيفرح لان دلوقتي كراهيه الناس للعبيد بتوعه بتزود كمان النقط عنده، وعشان كده فلينج بيروح عند سون وبيحضنه وبيقول له انا شكلي قللت منك لكنك ساعدتني بشكل كبير جدا. سون طبعا ما بيكونش فاهم حاجه وبيقول له بس انا مش عارف ساعدتك في ايه، فبيروح لينج ضربه بالقلم وبيقول له انا افتكرت انك نصاب، وبيأمره هو وليو يعوضوا كل المستثمرين دلوقتي في خلال 3 شهور، وبعدها بيسألوا اذا كان صحاب المصنع نفسهم عارفين بخطتهم دي اساسا ولا لا. بيرد سون عليه وبيقول له ان اصحاب المصنع كانوا عارفين كل حاجه حرفيا. بيفكر لينج شويه وبيفتكر ان المصنع ده يبقى تابع لعيله صاحبه اللي هو وانج تيان، وبعد كده بيقول لسون انت دلوقتي مسموح لك تكمل شغل في المصنع لكن ممنوع عنك انك تنصب على الناس ابدا، وبيروح امره ان هو في حاله لو لقى اصحاب المصنع بيعملوا حاجه غير قانونيه يروح يجمع الادله ضدهم ويديها له على طول، وبيفهمه في الاخر ان لازم كل الحوار ده يتم بسريه كامله. بيديلهم بعد كده رقم موبايله عشان لو في اي حاجه حصلت يكلموه، وبيودعهم في الاخر وبيبدا يمشي، لكن قبل ما يمشي هو بيقول لهم حاجه تانية وبيسالهم عن مكان يقدر يشتري منه جرعه بسعر قليل. بيرد سون عليه وبيدله على سوق شاومين، وبيقول له ان السوق ده فيه عدد كبير جدا من اللي بيبيعوا الاحجار اللي ممكن يتعمل منها الجرعات، لكن بينصح لينج ياخد حذره كويس جدا لان هناك بيبقى فيه اشخاص خطيرين دايما. بيفهم لينج كلامه وبيروح لعند السوق ده فعلا وبيلاقي هناك تاجر بيبيع احجار وبيقول ان انتاجها 70%، وتاجر تاني بيبيع حيوانات، وكمان بيبقى في تاجره بتبيع في خضار وبتقول انه بيستخدم لصنع الجرعات. لينج بيكون متضايق هنا لان الموارد اللي موجوده في السوق كلها مش كويسه خالص، وبيقول انا شكلي كده هعاقب سون جامد لانه ضيع لي وقتي. بس في اللحظه دي بيعدي راجل بسرعه من جنب لينج وبيخبطه وبيأمره يبعد عن طريقه حالا. لينج بيقع جامد على الارض وبيفضل يشتم في الراجل اللي خبطه، بس الراجل ده كان مستعجل وبيطنشه ومش بيسمعه وبيكمل في طريقه. بيقوم لينج وبيقف وبيقرب منه وهو متضايق جدا، وساعتها بيكون في بنت وراه بتتكلم في الموبايل وبتقول انا دلوقتي لقيت الهدف خلاص. في اللحظه دي لينج بيسمع الصوت فبيلتفت ناحيته، لكن بيلاقي ان هو والبنت خبطوا في بعض ومناخيره بتوجعه جدا. لينج بيكلم البنت دي وبيعتذر لها وبيطمن عليها اذا كانت كويسه ولا لا، وفي نفس الوقت هي برضه بتعتذر له، وبعد كده بتجري بسرعه ورا الشخص اللي كان خبط في لينج من شويه. بينتبه الراجل ده للبنت واللي بنعرف ان اسمها شي، فبيقوم جاي مستخدم مهاره التضخم وبيكبر دراعه وبيخبط محل جنبه موجود عشان يعطلها. ساعتها شي بتروح ناحيه صاحب المحل اللي وقع ده وبتطمن عليه، ووقتها فلينج بينتبه لحاجه، وهي ان المهاره اللي الراجل ده استخدمها من شويه تبقى نفس المهاره بتاعه الاشرار اللي كانوا في المدرسه. بعد كده لينج بيسمع جنبه صوت خطوات شخص جاي، ولما بيبص عليه بيلاقي ان هو واحد ضخم جدا وشكله قوي. الشخص ده بيتكلم مع الجميع وبيأمرهم ينظفوا المنطقه كلها ويمنعوا اي حد ان هو يخرج من السوق. لينج في اللحظه دي بيقدر انه يتعرف عليه كويس لان ده يبقى نمر البرق وانج مي، واللي هو برضه يبقى عم وانج صاحب لينج وكمان يبقى بطل ب5 نجوم. لينج هنا بيكون متضايق لانه ابدا مش بيطمن لاي حاجه تبع عيله وانج. بعد كده وانج مي ده بقى بينط فوق سطح عالي وبيبدا يدور على الهدف بتاعه لحد ما بيقدر يلاقيه في الاخر، فبيبتسم وبيجهز نفسه وعلى طول بيروح ناطط باستخدام قوه البرق. في الوقت ده الراجل اللي كان بيهرب كان لسه عمال بيجري، لكنه بيستغرب لان المكان اللي حواليه بقى فاضي خالص تماما، وساعتها بينصدم فجاه لما بيلاقي ان وانج مي بقى جنبه حرفيا. وانج مي ما بيستناش وبيجمع برق في ايده وبيروح ضارب بكف البرق وبيخلي الراجل ده يطير ويكسر الحيطه اللي وراه كمان. الهجوم كان قوي جدا والشخص ده حرفيا ما كانش قادر انه يتحرك من مكانه، فبيقرب وانج مي منه بكل شر، لكن الراجل ده بيبقى مرعوب وبيترجى وانج مي بس ان هو يسيبه، وبيوعده انه مش هيقول السر بتاعه لاي حد. بيبتسم له وانج مي وبيقول له انا واثق من كده لان انا عارف كويس ان الاموات عمرهم ما بيعرفوا يتكلموا. الراجل ده بيفضل يترجاه برضه وبيقول له سيبني امشي بس وانا هقول لك على اي حاجه انت عايز تسمعها. وساعتها بنشوف ان لينج واقف ومستخبي ورا جدار وبيراقب كل اللي بيحصل جنبه، وهنا وانج مي ما بيكونش عاجبه كلام الشخص ده، فبيجمع قبضه برق في ايده
عشان يخلص عليه، ولان الراجل اللي قدامه مش بيكون عنده اي حل فبيروح جاي مستخدم التضخم وبيكبر ايده الاتنين. بس وانج مي بيفضل يستهزئ بيه ويقول له ما تتعبش نفسك لان انت مهما عملت في عمرك ما هتقدر تلمسني حتى. وبعدها على طول بيستخدم قبضة نمر البرق والراجل ده بينفجر حرفيا. لينج بيبقى شايف كل اللي بيحصل وقتها وبيكون مصدوم جدا من حاجة زي دي. اما وانج مي فبيروح ملتفت فجأة لانه بيحس ان في حد في المكان وبيسأل عن مين اللي موجود هنا، فبيترعب لينج وبيتوتر جدا عشان هو بيبقى عارف ان لو وانج مي شافه فاكيد هيقتله. وبيلاقي هنا ان الحل الوحيد اللي قدامه ان هو يعضه، بس المشكلة ان هو اكيد هيموت لو معرفش يعضه العضة دي. وفي الوقت ده هو بينقض وبيفعل المهارة عشان يعضه، بس النظام بيعرف لينج ان النقاط اللي عنده مش كافية اساسا، وبيعرفه ان وانج مي مختلف ومحتاج 10000 نقطة عشان المهارة دي تشتغل عليه. لينج بينصدم وبيثبت مرة تانية في مكانه، ووقتها وانج مي بيكون قرب منه بشكل كبير، لكن لحسن الحظ ان في صوت غريب بيحصل ورا وانج مي وهو بيلتفت ناحيته، فبيستغل لينج الفرصة طبعا وبيستخدم مهارة الحركة الخفيفة وبيجري وبيهرب من المكان. وانج مي بيرجع يبص ناحيته مرة تانية والمرة دي بيقدر انه يلمح لينج، فبيتعصب جدا وبيزعق وبيأمر كل اتباعه ان هم يحوطوا المكان لان في حد مشتبه فيه هنا. لينج بيفضل مكمل جري وبيبقى خايف لان بالطريقة اللي وانج مي عاملها دي فاكيد هيقدر ان هو يمسكه. بيلاحظ لينج بعد كده وجود اتباع وانج مي فبسرعة بيقف في مكانه وبيستخبى. وفي الوقت ده فكان كل الاشخاص اللي من الاتباع بيبلغوا ان هم مش لاقيين لينج لحد دلوقتي وبيكملوا تحركاتهم. لينج بيبقى قلقان جدا من عددهم وبيقول ان هم بالوضع ده فاكيد هيحاصروني، فعشان كده بيغير خطته وبيخش في شارع جانبي، لكن بيتفاجئ لما بيلاقي ان هو مسدود. وساعتها بقى ولسوء حظه فكان في شويه اتباع مع وانج مي بيعرفوه ان الشارع اللي هناك ده لسه ما قاموش بفحصه لحد الان. وهنا هم بيتحركوا في اتجاه الشارع ولينج زي ما هو بيفضل مستخبي لكنه بيبقى عارف انه مستحيل يقدر يهرب المره دي. وخلاص وانج مي بيبقى على وشك انه يخش الشارع ويشوف لينج، لكن في اللحظه دي في ايد بتظهر من ورا الحيطه وبتسحب لينج لجواها. الوقت ده كان وانج مي خلاص دخل الشارع لكنه مش بيلاقي في اي حد جوه، ولينج على الجهه التانيه مش بيكون مستوعب اللي حصل ومش مصدق نفسه ان مفيش حد شايفه دلوقتي. وهنا بنعرف ان البنت اللي كان قابلها واللي اسمها شي هي اللي ساعدته واللي بتقوم وبتكتم نفسه عشان ما يعملش اي صوت. في الاثناء دي وانج مي بيبقى غضبان جدا وبيقول انا مش مصدق ان في حد قدر يهرب مني. وفجاه بسبب عصبيته هو بيخبط الحيطه جامد وبيكسرها جنب شي ولينج بالظبط. الاتنين طبعا وقتها بيقلقوا لكنهم في نفس الوقت بيكونوا محافظين على هدوءهم. وفي الاثناء دي بيجي واحد من اتباع وانج وبيعرفوا ان هم لقوا البضايع، فعشان كده وانج بيمشي من المكان. وبمجرد ما بيمشي فشي ليلى ولينج بيخرجوا من المكان ولينج بياخد نفسه وبيقول انا كنت هتخنق من شويه. وبيشكر شي بعد كده وبيعرفها ان مهاراتها دي مدهشه فعلا وبيسالها اذا كانت من منظمه البايزونيك ولا لا. بيمر الوقت معانا بعدها والاتنين دول بيمشوا في المكان ولينج بيتكلم مع شي بخصوص نمر البارك واللي عمله مع المجرم، وبيقول لها انا متاكد ان اكيد في علاقه كبيره ما بين اللي حصل النهارده ده وما بين حادث المدرسه. بتلتفت شي لينج وبتقول له لو كلامك كان صح فانت لازم يكون معاك دليل ملموس. بيرد لينج عليها وبيقول لها انت عضوه في البايزونيك فاعتقد انك تقدري تلاقي الدليل ده بنفسك. بس شي بتبص له وبتعرفه انها مستحيل تقدر تفتح تحقيق ضد وانج مي بمجرد كلمات بس لان لازم يكون في دليل قاطع معاها. لينج بيستوعب كلامها وبيفهم ان كده صعب جدا على اي حد انه يتحدى وانج مي، وبعدها بيفكر شويه وبيقول لها طالما انت تقدري تفتحي تحقيق بس في حاله لو كان في دليل فانا دلوقتي هدور لك على دليل قوي وهديهولك. بمرور الوقت بنروح لمخزن تاني في السوق واللي فيه اتباع وانج مي بيبقوا ماسكين واحد وبيقولوا ان ده اخر فرد اتبقى من عصابه المدرسه، وبيقولوا لوانج مي ان عشان العصابه دي تبعد الشبهات عنهم فكانوا مزجوا شويه احجار روحيه باحجار عاديه. في الوقت ده شي بتيجي في المكان وبتنده على وانج، فبيشوفها وانج وبيبص لها وبيقول لها انت ايه اللي اخرك قوي كده. في الوقت ده كل الناس اللي في السوق كانوا سامعين اللي حصل ومش بيبقوا مصدقين ان الاحجار اللي كانت قدامهم طول الوقت كانت احجار روحيه. وهنا لينج بيعدي من وسط الناس دي وبيلفت انتباه وانج مي وهو مع شي. ساعتها وانج مي كان بيتكلم معاها وبيقول لها انت ازاي تم اختيارك من القاده وانت مش عارفه تفرقي اساسا ما بين الاحجار العاديه والروحيه. شي ما بتردش عليه فوانج بيروح قايل لها تمام انا كده هاخد انا كل الاحجار دي. في الاثناء دي لينج بيفتكر اللي كان حصل، وهي ان الراجل اللي وانج مي قتله كان عاوز يقول على مكان الاحجار عشان يتم الاعفاء عن حياته. وبعدها بيفهم ان خطه وانج مي دلوقتي هو انه يتخلص من شي ويهرب بكل الاحجار لوحده. في الاثناء دي شي مش بيكون عاجبها ان وانج مي هو اللي ياخد كل الاحجار، بس وانج مي بيفهمها انها مش هتقدر تمنعه لان الوحيد بس اللي يقدر يقف في طريقه هو رئيس المفتشين نفسه. في اللحظه دي لينج بيروح جاي مستخدم مهاره التمثيل وكمان مهاره المسمن، وبيطلب من كل الناس يعدوا دلوقتي وبيعرفهم ان هو يبقى المسمن. وانج مي وشي بيشوفوه بيستغربوا، فلينج بيرحب بيهم وبيسالهم اذا كانوا عايزين حد يشوف ثمن الاحجار دي، وبعدها بيعمل نفسه معجب بوانج مي وبيقول له انا اسمي تشينج وابقى من اشد المعجبين بيك. بيروح للاحجار بعد كده بقى عشان يبدا شغل فيها. بيبص وانج مي لشي وبيقول لها هو ده صاحبك في مكتب التحقيقات ولا ايه؟ فبتجاوبه شي وبتقول له هو صاحبي فعلا. وهنا لينج بيقف قدام الاحجار وبيفتكر ان الاحجار الروحيه دي كانت مرت بمراحل كتيره جدا عشان تتكون اساسا، ومصدرها فممكن يكون النباتات
النباتات او الحيوانات، واي مسمن فيقدر انه يعرف الفرق ما بين الحجر الروحي والحجر العادي عن طريق شكل الحجر ولونه وطاقته المنبعثه. بس في الوقت ده لينج كان مستغرب بسبب الصعوبه اللي هو مواجهها عشان مش قادر يفرق ما بين الاحجار خالص، وانج مي في الاثناء دي بيكون مش قادر يستحمل وبيبان عليه ان هو متضايق جدا بسبب التاخير، وعشان كده فلينج بيبقى عاوز يخلص بسرعه. وهنا النظام بيطلع وبيعرض على لينج ان هو يطور اي مهاره، وبيتحط كمان جنب كل واحده فيهم عدد النقاط اللي هو محتاجها عشان يطورها. في اللحظه دي في شخص من الناس اللي بره بيتكلم وبيقول ده انا بقالي في المجال 20 سنه بالظبط ومستحيل اي حد يعرف يفرق ما بين كل الاحجار اللي قدامنا دي. بيسمعوا اتباع وانج كلام الشخص ده وبيتعصبوا وبيسالوا لينج اذا كان هيعرف يفيدهم فعلا ولا لا. لينج بيفضل ساكت وبيكمل في اللي بيعمله، ووانج على الجهه التانيه بيقرب منه وهو متضايق وبيقول له انت شكلك كده بتضحك علينا. بس لينج بيرفع صبعه وبيطلب من وانج ان هو يسكت خالص عشان يعرف يركز، وبعدها بيفضل يغني وهو شغال على الاحجار. كل الناس بيبقوا مستغربين من اللي حاصل وبيبداوا فعلا انهم يشكوا في لينج انه ما يعرفش حاجه. وبعدها وانج مي بيروح مناديله مره تانيه وهو متضايق عشان يخلص. وفي الوقت ده فمهاره المسمن بتبدا تتطور عند لينج، وساعتها هو بيحس بتدفق الطاقه في جسمه وبالتقلبات الروحيه وحواسه بتبقى حاده جدا. ده حتى هو بيحس بطاقه وانج مي الغضبانه دي فبيزعق له وبيطلب منه يهدى لان قوته الروحيه مخليه مش عارف يركز كويس. بينصدم وانج مي وبيسكت فعلا وبيهدى، فبيبص لينج جنبه وبيقوم جاي محرك الاحجار وبعدها بيقعد يدور، وفي الاخر بيقدر انه يلاقي اول حجر واللي بيكون من الفئه ايه. بعد شويه بيمر الوقت معانا على الحال ده ولينج بيفصل مجموعه من الاحجار وبيعرف وانج ان هو جمع لحد دلوقتي 12 صندوق احجار من الفئه سي، وكمان بيعرفه ان هو جمع برضه صندوقين من الفئه ايه وبيكون حاطط علامات على كل الصناديق. بينهي كلامه معاه بعد كده وبيقول له اعتقد دلوقتي ان مهمتك بقى هي انك تنقل الصناديق دي. بيتضايق وانج مي واتباعه قوي من كده، لكن بعدها هو بيزعق لهم وبيأمر الكل ان هم يشتغلوا حالا. خلونا بس هنا في الاول وعشان نفهم اللي بيحصل كده ان احنا بس نرجع فلاش باك شويه، وتحديدا لما كان لينج بيتكلم مع شي بخصوص موضوع التحقيق اللي عايزين يفتحوه، وساعتها فشي كانت طلبت من لينج يديها رقم موبايلها وكمان عنوانه. لينج ما بيصدقش وبيفضل يسرح بخياله على اساس ان هي حبته ولا حاجه، وبعدها بيطلع الموبايل وبيديها رقمها وعنوان المدرسه. شي هنا بتبقى مستغربه من شكل لينج ده، بس بتعرفه ان هو ممكن ياخد مكافاه كبيره جدا لو ساعدها بس في حل القضيه دي. بيتوتر لينج هنا وبيستوعب ان كان قصدها بخصوص القضيه وانها مش معجبه بيه ولا حاجه، وبعد كده بيقول لها في الحقيقه انا مش محتاج فلوس لكن لو كنت مصره فانا ممكن اعضك. شي طبعا بتتضايق من الكلام اللي لينج بيقوله، فبسرعه لينج بيعتذر لها وبيفهمها انه مش قصده كده وبيعرفها ان عايز اعضك دي تبقى اغنيه بيحب دايما يقولها مش اكتر. شي بتتضايق برضه زي ما احنا اتعودنا، فلينج بياخد منها نقاط، وهنا وفي الاخر هي بتودعه عشان تمشي وهما الاتنين بيسيبوا بعض وبيروحوا في طرق مختلفه. نرجع مره تانية بقى للوقت الحالي واللي فيه شي بتكلم رئيسها في الموبايل وبتعرفه انهم قدروا يلاقوا الاحجار الروحيه بسبب شخص واحد بس. بيسمع الرئيس كلامها ولما بيفهم منها ان الشخص ده يبقى لسه في ثانوي بيستغرب جدا. بعد كده بنروح لعند مدرسه لينجو اللي فيها لينج بيكلم شي في التليفون وبيعرفها ان مصنع وانج كان بيقابل مشاكل ماديه، وكمان بيعرفها ان كان في محادثه بين الاشرار دول وما بين وانج، وده طبعا غير ان وانج مي كان طلب ان هو يروح بدري في يوم الهجوم. بيفكر لينج اكتر وبيقرر ان هو يبقى يتحقق عن طريق وانج تيان. بعد كده لينج بيدخل للفصل وبيلاقي ان وانج تيان كاتب على الدرج بتاعه ان هو يبقى الاقوى، فبيستغرب لينج من كده ومن ان كمان وانج تيان مش موجود في الفصل. وساعتها صاحبه بيجي وبيكلمه وبيقول له هو ليه الفصل فاضي. بيخش واحد تاني في الكلام وبيقول ان هو وانج تيان دلوقتي عمالين بيتقاتلوا مع بعض والكل بره بيتفرج عليهم. لينج بيستغرب وبيروح سائلهم عن مكان القتال، وفي الوقت ده بره الطلاب كانوا عمالين بيشجعوا في هو وانج تيان، وبنشوف ان هو بيضرب تيان لكمه قويه جدا وبيوقعه على الارض. اصحاب وانج تيان بيكونوا متضايقين جدا من اللكمه دي، اما هاو فبيقرب من تيان وبيقول له انا دلوقتي كسبتك في القتال خلاص وانت كده لازم تبعد عن لينج. تيان ما بيكونش راضي ينهي الموضوع وبيقول له بس القتال لسه ما خلصش، فهاو بيزعق له وبيقول له ازاي وانت نفسك كنت قال ان اللي هيوقع التاني على الارض يبقى هو اللي فايز. ما بيردش تيان عليه وبسرعه بيروح مهاجمه، لكن هاو بصعوبه بيقدر ان هو يتفادى هجومه، ولما بيرجع لورا وبيقرب من اتباع وانج تيان في واحد منهم بيتدخل في القتال وبيروح خبطه، وعشان كده فهو بيختل توازنه وتيان بيروح ضربه لكمه قويه جدا في وشه وبيقول له انت قوتك دي قد الابطال اللي بنجمه واحده بس. وبيكمل كلامه وهو بيضربه وبيفكره ان كان نصح يبعد عن لينج لكنه رفض يعمل بالنصيحه دي. هاو ما بيكونش مستسلم وبيجمع طاقه في ايده وبيأمر تيان يسكت دلوقتي وبيروح ضربه بيها، لكن تيان بكل بساطه بيمسك ايد هاو وبيروح هو اللي مجمع طاقه البرق ورايح مهاجم عليه. بس فجاه في لمح البصر لينج بيستخدم مهاره الرجل الخفيفه وبيتحرك بسرعه عاليه جدا لهناك، وحرفيا هو بيعدي من بين كل الطلاب اللي بيتفرجوا وبينط في الهواء بيروح ضارب تيان ده بالرجل في وشه. تيان بياخد الضربه دي وما بيقدرش يستحملها وبيترمي على الارض، وساعتها فكل اتباع تيان بينصدموا من اللي حصل، وحتى هاو نفسه بينصدم من اللي لينج عمله. بيقرب لينج من هاو بعدها وبيقول له انت ليه ما استخدمتش قوتك الحقيقيه عشان تعلم تيان ده الادب، وبيعرفوا ان هم المفروض يتشجعوا كده وياخدوا حقهم وما يخافوش من اي
حد مهما كان. في الوقت ده طبعا تيان بيبقى في قمه غضبه وهو بيبدا انه يقوم وبيقول لاصحابه ابعدوا عني دلوقتي. لينج بيكون خايف وبيقول لهاو هو ايه اللي هيحصل، فبيرد هاو وبيعرفه ان اكيد تيان مش هيسكت على ده. وفعلا تيان هنا بيبقى على اخره وفي كامل غضبه وبيعرف لينج انه هيقتله حالا. في الاثناء دي كل الطلاب اساسا بيكونوا مندهشين من ان لينج قدر يخبط تيان بالرجل واللي يعتبر اقوى واحد موجود في مدرستهم. بيستعد لينج هو وهاو بعدها وبيشجعوا بعض عشان يقاتلوا، في حين ان تيان بيصرخ وبيعلي صوته وبيشتمهم وبيروح جري عليهم بسرعه رهيبه. هاو بيتوتر جدا هنا وبيسال لينج اذا كانوا يتاسفوا له دلوقتي ولا ايه، لان حاليا مش تيان بس اللي هيحاربهم، لا ده كمان اصحاب تيان بيقرروا يتدخلوا في القتال. في الوقت ده لينج كان بيفكر وبيبقى عارف مع نفسه كويس انه مش هينفع يقاتل تيان هنا، بس بتجيله بعدها فكره كويسه عشان يسحبه بعيد عن الانظار، فبيلف بسرعه وبيهرب من المكان. هاو بيكون مستغرب من تصرف لينج، في حين ان لينج بيفضل يشتم في تيان وبيستفزه بس عشان يجري وراه. وفعلا وانج تيان بيتعصب هنا وبيقرر ان هو يجري ورا لينج. وعلى الجهه الثانيه هاو بيكون عايز لسه يجري برضه، لكن بيتفاجئ لما بيلاقي اصحاب لينج واقفين قصاده وبيمنعوه من الحركه. بيفضل الوضع معانا على كده بقى، ولينج بيقعد يجري وتيان بيفضل يجري وراه. تيان في اللحظه دي بيبقى حاسس ان الموضوع صعب جدا عليه بسبب سرعه لينج الرهيبه، ولكنه بيفضل مصر برضه وبيقعد يجري وراه لحد ما في الاخر بيوصلوا المبنى تحت الانشاء وبيطلعوا على السطح بتاعه. تيان اول ما بيطلع على السطح بيدور على لينج في المكان، فبيكلمه لينج وبيقول له كويس لان هنا مفيش غيرنا، وبيروح ساله اذا كان هو اللي سرق جدول تبديل الحراسه واداه للاساتذه. وبعدها بيقول له الخطه باينه دلوقتي، انت عملت كده وانج مي قتل الشخص الوحيد اللي اتبقى عشان يخفي اي دليل ضدكم، وفي الاخر فهو لوحده كان استحوذ على كل المسروقات. تيان هنا بينصدم من الكلام لانه ما كانش متوقع ان لينج هيعرف حاجه، بس لينج بيفضل يكمل وبيقول له انت طلعت خاين جدا وعرضت كل زمايلك للخطر من غير ما تهتم ليهم. بيستمع تيان لكل الكلام ده وبيقول له في الحقيقه انت طلعت شخص ذكي جدا وقدرت تستنتج كل الموضوع لوحدك. وبعدها بيبص له وهو بيبتسم وبيقول له عموما انا كنت عرضت الموضوع ده كله على والدي، وبعد كده فكنت رحت وسرقت جدول الحراس واديته للمجرمين وكمان ساعدتهم عشان الموضوع يتم بكل سهوله. في الاثناء دي بنكتشف ان لينج حاطط موبايله اساسا في زاويه وبيصور كل اللي بيتقال. وبعدها تيان بيكمل شرح خطته وبيطلع مفتاح اوضه الاساتذه وبيقول للينج انا قبل اي حاجه كنت سرقت المفتاح ده عشان اقدر اخد جدول الحراس. بيرد لينج عليه وبيقول له انت ازاي جالك قلب تخون اصحابك عشان مجرد مصل مش اكتر. فتيان بيجاوبه وبيفهمه انه عادي جدا يستخدم ناس مالهمش اي لازمه عشان بس يقدر يوصل لاهدافه. وبعدها بيطلب من لينج ان هو ينسى الموضوع ده كله ويبقوا اصحاب من اول دلوقتي، وهو هيساعده في اختبارات البايزونيك. وفي الاخر بيعرفه ان ده اساسا خياره الوحيد لان الخيار التاني اللي قدامه هيكون هو الموت. بيرد لينج على تيان وبيقول له في الاول انا كنت عاوز اعضك عشان اخليك شخص كويس، لكنك للاسف هتفضل طول عمرك زباله كده وانا اساسا بتقرف بس بمجرد ما بشوفك. وبعد كده بقى بيستعد لينج وبيبدا يجهز مهاره الخطوه الخفيفه مره تانيه. لينج فعلا هنا بينطلق كالعاده بسرعه مهارته الرهيبه، بس تيان ما كانش سايبه وبيجري عليه وبينط بكف البرق وبيقول له طالما انت بتلعب على حياتك فاستعد عشان تموت دلوقتي. لكن في ثواني لينج بيختفي من قدامه وتيان بيكون خلاص هيقع على الارض بعد ما كان بيهاجمه، وبعدها لينج بينده عليه وبيعرفه ان هو وراه. تيان بينصدم فبيلف وبيكمل هجوم على لينج، بس هنا لينج بيتفادى الهجوم تاني، ووقتها بقى تيان مش بيكون مصدق سرعه لينج دي ابدا. بيكمل لينج في تفاديه اكتر واكتر وبيقعد يلف حوالين تيان بسرعه كبيره جدا وبيقول له انت شخص سيء واللي زيك هم اللي بوظوا منظمه البايزونيك وعشان كده فانت لازم تتدمر دلوقتي. تيان بيصرخ بسبب الصداع اللي بيحصل حواليه وبيقول للينج انت ازاي بتتحرك بسرعه كبيره جدا كده. بيتجاهله لينج وبيروح ضربه لكمه قويه وبيقول له اللكمه دي عشان انت كنت متكبر، وبعدها بيختفي وبيفضل يلف حواليه برضه وبيضربه لكمه تانيه وبيقول له ان دي عشان استحقارك لزمايلك. تيان بيزعق للينج وبيقول له لو انت راجل اقف قدامي دلوقتي بدل الطريقه اللي انت بتعملها دي. بس فجاه لينج بيظهر تاني وبيضربه بالرجل في بطنه بقوه شديده، فبيقع تيان ساعتها على الارض وبيقعد يصرخ من كتر الوجع وبيجمع برق حواليه وبيقول للينج انا لازم اقتلك لان انا مستحيل اخسر عشان انا قوي جدا. بس هنا لينج بيستعد وبيقف وبيروح جري مره واحده وبيقول له لو كان كده فاعمل حسابك بقى ان الهجوم الجاي ده هيكون هو الاخير. وبعدها بيمسك تيان وبيفضل يجري بيه وبيحركه بكل سرعته وبيقول له الهجوم ده يبقى انتقاما لكل اللي موجودين في المدرسه، وبيروح خابط ظهره في الحديده وحرفيا العمود الفقري بتاع تيان بيتكسر وكمان بيفضل ينزف في دم من قوه الخبطه وبيقوم جاي واقع على الارض. بيهدى لينج بعد كده وبينزل على الارض وبيقف قدام تيان، فبيحاول تيان ان هو يتحرك عشان يقوم لكنه بينصدم لما بيكتشف انه مش قادر يحرك رجله خالص. بيكلمه لينج وبيقول له ما تفكرش كتير لان دلوقتي انا كسرت لك العمود الفقري اللي في ظهرك، واصابه زي دي فتعتبر ملهاش اي علاج وعشان كده فانت هتفضل طول عمرك معاق بسببها. تيان بيزعق وبيشتم في لينج وبيقول له انا هعرف ابويا وعمي وهخليهم يقتلوك انت وكل افراد عيلتك، بس بيرد لينج عليه وبيقول له الكلام ده مش هيحصل. وبعدها بيجيب موبايله وبيعرف تيان ان كل الكلام اللي كان بيحكوه له من شويه متسجل هنا، وان عم تيان
تيان ووالده اساسا هيتسجنوا دلوقتي، وبعدها بيروح موصل الفيديو ده لشي. على الجهه التانيه بنرجع احنا بقى مره تانيه لهاو اللي بنكتشف انه قدر يهزم كل زمايل تيان لوحده. كل الطلاب ساعتها بيكونوا منبهرين جدا بقوته، بس هاو نفسه بيبقى واقف وقلقان جدا على صاحبه لينج. من اللحظه دي بيمر الوقت معانا لحد بعد اسبوعين، وساعتها شي بتتكلم مع لينج وبتعرفه ان خلاص كده امر عيله وانج ده انتهى، والسبب في كده بيرجع لانهم كانوا اتحدوا مع المجرمين عشان يعوضوا مشاكلهم الماديه. وبتقول له برضه انهم كانوا لقوا نص تيان اللي تحت مشلول، لكنهم هيساعدوه في العلاج، بس هيبقى من المستحيل يبقى بطل. وكمان بتعرفه ان هيتم ايقاف كل مجموعه نمر البرق كعقاب غير مباشر ليه. بيستغرب لينج وبيسالها اذا كان ده بس اللي حصل ولا في حاجه تانية، فشي بتطمنه وبتقول له بخصوصك انت انا مش عايزاك تقلق خالص لانك تقدر تضمن سلامتك، وبتفهمه يعني ان مهما حصل فمستحيل اي حد يقدر يأذيه. بتكمل بعدها وبتقول له بالاضافه لكده فانت هتاخد مكافاه مناسبه ليك لانك مواطن عادي وساعدتنا في التحقيق، وبتطلب منه يقفل الموضوع ده بقى وينسى كل حاجه لان خلاص التحقيق ده انتهى بنجاح. تقفل شي بعد كده الخط وبتروح لعند المعلم بتاعها، فبيكلمها المعلم وبيقول لها شكل الشخص اللي اسمه لينج ده مثير للاهتمام فعلا. بترد شي عليه وبتقول له ان لينج ما عندوش اي رغبه ابدا انه ينضم للبايزونيك، فبيقول لها المعلم ما تشيليش هم وما تستعجليش لان الحياه كده كده بتتغير باستمرار. وبعدها بيفكرها ان هو دلوقتي اساسا المفروض يبقى عنده اختبارات القبول بتاعه الجامعه. شي بتستغرب انها النهارده، والمعلم بيقول لها ان نتيجه عينه الدم هتبان عشان نعرف مين بقى اللي يقدر ينضم لمنظمه البايزونيك. في نفس الاثناء دي بننتقل لعند المدرسه، وهناك اصحاب لينج بيكلموه وبيسالوه اذا كان بيذاكر دلوقتي ولا ايه، وبيفضلوا يحسدوه على هدوءه التام وعلى عدم قلقه ابدا من نتيجه الاختبار. وبعد كده كل الطلاب بيتجمعوا حواليه وبيفضلوا يتنمروا عليه وبيقولوا ان هو دايما بيهرب من اي قتال بيدخله. في الوقت ده بيقطع تنمرهم صوت من الميكروفون اللي في الفصل واللي بيشتغل، ومنه بيتكلم شخص وبيقول اللي يسمع اسمه بس يروح دلوقتي ويعمل اختبارات الانضمام للبايزونيك. وساعتها اول اسمين بيتندهوا بيبقى هو اسم هاو واسم لينج، واللي بيطلب منهم ان هم دلوقتي يتحركوا ويروحوا بقى لصاله الالعاب الرياضيه. هاو بينبسط وبيجري باقصى سرعته على الصاله، اما لينج فبيبص لزمايله وبيفضل يضايقهم، وزي ما اتعودنا يعني وعشان زمايله دول بيتضايقوا فلينج بيزيد 10 نقط. بعد شويه من الوقت لينج وهاو بيوصلوا لعند الصاله، فبيتكلم هاو وبيعرف لينج ان السنه دي في 3 غيرهم مترشحين، وبيفهموا ان ده اصلا يعتبر عدد كبير جدا بالنسبه للمدينه بتاعتهم واللي كان دايما بيترشح منها طالب واحد او 2 في كل سنه. وبعدها بيقول له ان كل المرشحين دول حرفيا مشهورين جدا، وبيعرفوا باول واحد واللي هو الضخم واللي اسمه بيبقى شين دايوان، وده بالظبط مشهور زي وانج تيان كده وقوي زيه لكنه للاسف مش ذكي. بيعرفوا برضه بالبنت الثانيه واللي هي روان شي، ودي تبقى بنت ذكيه وعمرها ما فشلت ابدا في اي حاجه. واخيرا الشخص الثالث واللي شعر اصفر واللي اسمه لين سوهو، وده خبير تقني معروف ومعرفته كبيره جدا. في الوقت ده بيتكلم شين وبيهني هاو على الترشح وبيطلب منه يعرفهم بصاحبه اللي معاه، فبيرد لينج هو وبيعرفهم بنفسه وبينتبه انه تقريبا يبقى اقل واحد فيهم من حيث الشهره. بيمر الوقت معانا بعد كده والطلاب كلهم بيكونوا مستغربين لان المعلم بتاعهم اتاخر جدا عليهم، لكن بعدها بيسمعوا صوت حاجه بتخبط، ولما بيبص عليها بيكتشفوا ان دي بس قطه صغيره. لكن على طول المعلم بيظهر في قصور الملعب وبيسال الموجودين اذا كانوا هم المرشحين السنه دي ولا ايه. الطلاب بيكونوا باصين بقلق للمعلم بتاعهم بسبب شكله، بس هو بيكلمهم وبيقول لهم استعدوا لاني هختبر قدراتكم دلوقتي، وبيروح امر قطته يويو ان هي تهجم عليهم حالا. بيركز لينج في يويو وبيلاحظ ان هو هيبقى حيوان روحي ومش قط عادي ابدا، فبيحذر كل اصحابه اللي موجودين، وساعتها يويو بينزل لتحت وبيخش وسطهم عشان يبدا يهجم عليهم. بس بسرعه لينج بيحس ان في حاجه غريبه بتحصل وان ممكن الشخص اللي قدامهم ده يبقى مؤجر من اليازونيك، فعشان كده هو بيطلع موبايله وبيقرر يكلم شو بسرعه ويفهم منها. بس وقتها المعلم بيشوفه وبيقرب منه وبيساله اذا كان عاوز يرن على الشرطه دلوقتي ولا ايه، وبعدها بيمد ايده وبيظهر زي زرار فيها وبيخرج منه هاله خضراء قويه جدا، وهنا بيطلع من الزرار ده فرشه رسم، وهو بيفضل يحرك الفرشه وبيستخدم مهاره رياح الحبر. الحبر ده بينطلق بسرعه وبيخبط ايد لينج وبيوقع الموبايل منه، فبيتضايق لينج من كده وبيبص له وبيقول انا لازم اتصرف حالا. وهنا هو بيفعل مهاره الاستحواذ، لكن للاسف النظام بيعرفه ان النقاط بتاعته مش كافيه، وعشان يقدر يفعل مهارته عليه فهيحتاج على الاقل 10000 نقطه. وللسبب ده فلينج بيستنتج بقى ان المعلم ممكن يكون موجود في نفس قوه مستوى نمر البرق. بعدها بيستوعب الحقيقه وبيفهم انهم مستحيل يهزموه، وبيطلب من هاو بس يشغل المعلم شويه. بيسمع هاو لكلامه وبيقول له انت بتخطط لايه بالظبط، فبيرد لينج وهو بيزعق للباقي وبيقول لهم حاولوا تتصلوا بالشرطه باي طريقه. المعلم في الوقت ده بيعجبه الموضوع وبيقول انها خطه كويسه لكن للاسف مش هتنفع معايا، وبسرعه رهيبه هو بيتحرك وبيخبط ايد كل الطلاب دول وبيطير موبايلاتهم عشان ما يكلموش الشرطه. وفي الاثناء دي برضه القط بتاعه اللي هو يويو كان بيجري ورا روان، فبتصوت روان بصوت عالي وبتطلب من اي حد يجي ويساعدها. بيسمع لينج صوتها ده وبيتدخل وبيروح عشان يضرب القط يويو بالرجل، بس القط هنا كان جاهز وبيرجع لورا بسرعه وبيقدر انه يتفادى الضربه بتاعته. المعلم بيبقى شايف ان لينج سريع جدا، بس بيقول في العموم شخص واحد بس مستحيل يقدر يواجه يويو. وهنا يويو بتتعصب
وبتروح جايه مهاجمه على لينج مره تانية، بس لينج بيستخدم مهاره الخطوه الخفيفه وبيهرب منها، وبيكون عارف ان هي اكيد هتوصل له لانها سريعه جدا. القطه في الوقت ده بتكون قربت من لينج، ولينج ساعتها بيحس ان قدامه فرصه دلوقتي يهرب لوحده، لكن بالرغم من كده هو ما بيرضاش يعمل حاجه زي دي لانه مش بيكون عايز يسيب صاحبه ويهرب، وبسرعه بيلف وشه وبيقرر ان هو يعض القطه نفسها وياخد مهاره منها، وبعد كده يروح ويواجه المعلم بيها. المعلم في الاثناء دي بيقلق لما بيلاقي ان القطه هتهاجم على لينج، فبيصرخ وبيحذره وبيطلب منه انه يتفادى مخالب يويو دي بسرعه. لينج بيقدر يتفادى المخالب فعلا، وبعدها بيبص لها وهو متضايق وبيروح ماسكها من ديلها. القطه طبعا بتستغرب من التصرف ده، اما لينج فهو بيفعل مهاره الاستحواذ وبيلاقي ان هو محتاج 1000 نقطه عشان يقدر يفعلها عليها. لينج بيبقى متضايق من كميه النقط دي لانه هيصرفها على قطه، لكن في الاخر يعني هو بيعمل كده وبيعضها. وفي الوقت ده وزي ما احنا عرفنا فبتظهر كل مهارات يويو قدام لينج عشان يختار واحده منهم، بس لان لينج بيكون اتاخر شويه وما اختارش مهاره فالنافذه دي بتختفي على طول والقطه بتبعد عنه. لينج بيستغرب وبيفهم ان ده معناه ان في حد زمني لاختيار المهاره اللي بيكون عايزها. في الاثناء دي القطه يويو بتتعصب جامد من لينج، فبتتحول لوحش عملاق ولونها بيبقى احمر ومخيف جدا. لينج بيبقى مرعوب منها، ولحسن حظه المعلم بيتدخل وبيأمر يويو توقف اللي بتعمله دلوقتي، فبتسمع يويو كلامه وبترجع لشكلها الطبيعي وبتهدى تماما مره تانية. وهنا المعلم بيبتسم للكل وبيقول لهم انا عايزكم تهدوا بس وما تخافوش لان انا كنت عايز اشوف قوتكم مش اكتر. وبعدها بيشيل القناع اللي على وشه ده وبيعتذر للطلاب وبيقول لهم انا ما كانش قصدي ان انا اخوفكم. في الوقت ده بيظهر في المكان شخص تاني وبيقدم للطلاب المعلم الجديد بتاعهم واللي اسمه هو جو يون. الطلاب لما بيسمعوا الاسم بيندهشوا ومش بيكونوا مصدقين ان جو يون هو المعلم بتاعهم فعلا، وبيكونوا متضايقين برضه لانه طول الوقت ده هم ما قدروش يتعرفوا عليه. بس لينج على عكسهم بيفضل واقف وبرضه هو مش بيكون عارف مين ده اساسا وبيسالهم عنه. بيجي هو بيخبطه على راسه وبيقول له انا ما كنتش اعرف انك جاهل خالص كده، لان اللي قدامك ده يبقى اقوى بايزونيك طالع من مدرستنا. وبيعرفوا ان الشخص ده برضه يبقى قائد القطاع التاسع واللي معروف بمهاراته في التحقيقات الجنائيه. بيكمل كلامه وبيحكي له انه كان برضه قضى على 60 عصابه بالكامل لوحده، وكمان بيعرفوا انه كان طارد المجرم المشهور مستنجي لمسافه طويله وفي الاخر كان قدر يقبض عليه. ومش بس كده، ده حتى كان حل قضايا كتير جدا ما كانش في اي حد عارف يحلها. في الوقت ده يويو بتروح عند رجل لينج وبتتمسح فيه، فبيتكلم جو يون وبيقول له على فكره شكل كده يويو حبتك. وبعدها بيبدا ان هو يوريهم طريق الفصل بتاعهم واللي هيكون مخصص للاختبارات. بيمشوا كلهم وراه بيخشوا الفصل ده فعلا وبيقعدوا، فبيتكلم جو يون وبيقول لهم انتوا اكيد عارفين نظريه البايزونيك لكني برضه هشرحها لكم عموما. وبيفهمهم ان في النظريه دي هم بيستخدموا نظام النجوم عشان يحددوا موهبه الاشخاص وامكانياتهم، وبيعرفهم ان في البايزونيك بيكون في 7 مستويات. اول مستوى هو بتاع النجمه الواحده وده فيقدر يمتص الجرعات ودي بتبقى هي مرحله الايقاظ، والتاني فيقدر ان هو يتحكم في جريان الطاقه جوه جسمه، والمستوى الثالث فده قادر على انه يحس باي حاجه بتحصل حواليه، والرابع فاللي موجود في المستوى ده بيقدر يتحول، اما الخامس فيقدر ان هو يعمل نسخه روحيه من نفسه، وبالنسبه بقى المستوى ال6 نجوم فده بيقدر يتحكم في الين واليان، واخيرا صاحب ال7 نجوم فده بيكون عنده رؤيه سماويه. في الوقت ده بيقطع هاو كلامه وبيقول له انت مدهش جدا لانك وصلت لمستوى ال5 نجوم وانت عندك 25 سنه بس. بيرد عليه جو يون وبيقول له على فكره النجوم دي مش معيار للقوه لكنها تبقى معيار للموهبه، وبيسالهم اذا كانوا سمعوا قبل كده عن شخص اسمه نمر البرق ولا لا. لينج بيستغرب لما بيجيب سيرته، بس هو بيكمل وبيقول لهم ان مهاره الشخص ده الاساسيه هي كف البرق، واللي فيها بيبقى قادر ان هو يجمع كل هالته حرفيا في ايد واحده بس. وبيشرح لهم ان المهاره دي تبقى مزيج من مهاره صاحب النجمتين في التحكم في جريان الطاقه وبين ال3 نجوم للاوعي، وبرضه بيعرفهم ان هو كان فضل يتدرب عليها لفتره طويله جدا لحد ما بقى قادر انه يدمر بيها الجبال. وبيقول لهم في الحقيقه انا لو دخلت في قتال معاه دلوقتي فانا مش هكون عارف مين فينا اللي هيقدر يكسب، وبيفهمهم ان بسبب بس قوته دي فتم الاعتراف بيه على انه بطل ب5 نجوم. بعدها بيحاول يبسط لهم وبيقول لهم معنى كلامي ده يعني انكم ما تشغلوش نفسكم بتصنيف النجوم، ولكن انا عايزكم تستخدموا هالتكم زي ما انتوا عايزين وتتدربوا كويس جدا وتعملوا طريقه خاصه للقتال بتاعكم. بيكمل كلامه وبيقول لهم انتوا دلوقتي بعاد عن المرحله دي، فعشان كده اعتقد انكم لازم تهتموا بمهاره الامتصاص والتحكم في الطاقه. وبيقول لهم السبب في كده عشان مهاره الامتصاص هتسمح لكم انكم تخزنوا الطاقه وتقدروا تستخدموها لما تحتاجوها بعدين. بيدي لهم مثال بعد كده على الموضوع ده، وهو انهم مش هيقدروا يمتصوا الطاقه بشكل كويس زي الطفل بالظبط اللي مش بيقدر ياخد اي حاجه غير لبن الام، ولكن بيقول لهم ان الطفل ده مش بيقدر كده لان بعدين هو بيتطور وفي الاخر بيقدر ياكل اي حاجه عادي. وهنا بيقوم جاي مطلع من معاه جرعه بتركيز 5% وبيقول لهم انا عايزكم دلوقتي بقى تتدربوا على الامتصاص عليها الاول، وفي الاخر بيعرفهم ان بعد امتصاص 3 جرعات منها فممكن يبقوا ابطال بنجمه واحده. في الاثناء دي لينج بيرفع ايده وبيسال المعلم اذا كان يقدر ياخد جرعه نقيه بشكل مباشر ولا لا. جويون ما بيرضاش وبيقول له ان الجرعات النقيه دي التركيز فيها بيوصل لحوالي 80%، ولو انت امتصيت جرعه زي دي دلوقتي فجسمك مش هيستحمل وحرفيا انت ممكن تنفجر. لينج بينصدم
بيتصدم من كده وبيفتكر انه لما اكل الحجر الروحي كان ممكن يموت ساعتها، لكن النظام هو اللي ساعده عشان ما يموتش. كده جويون بيكمل في شروحاته وبيخش على مهارات النجمتين وهي التحكم في الطاقه، وبيقول لهم ان المهاره دي هتخليكم تتجاوزوا الحدود البشريه عن طريق توزيع الطاقه الممتصه في الجسم بالكامل، وبرضه بيقول لهم ان هي هتساعدكم بشكل كبير عشان تزود من قوتكم بشكل عام، لكن بيفهمهم ان الاحسن يوجهوا الطاقه في اماكن معينه مش على الجسم بالكامل عشان تركيز القوه يبقى احسن واسرع. بيستوعب لينج هنا الكلام وبيستنتج ان هو اساسا بيعرف يستخدم مهارات النجمتين. بعد كده جويون بيكمل وبيقول للطلاب انتوا المفروض بقى تمتصوا جرعات البايزونيك دي في خلال النص شهر الجاي، وبيطمنهم ان هو هيبقى معاهم وهيحميهم وعمره ما هيسمح لاي حد فيهم يموت. وفي الاخر بيبص لهم وبيبتسم وبيقول لهم خليكم جاهزين دلوقتي يلا. لينج بيستغرب من شكله وبيقول له في ايه اللي هيحصل، فجويون بيرد عليه وبيعرف الكل ان الشرح النظري دلوقتي خلص، وبيسالهم لو كانوا مستعدين عشان يشوفوا الجحيم ولا لا. بعد كده بقى لينج واصحابه الاربعه بيبداوا ان هم يتدربوا على ايد جويون، سواء كانوا بيجروا او بيرفعوا اثقال او حتى سباحه وملاكمه. وساعتها جويون كان عمال بيديهم التعليمات وبيطلب منهم يستخدموا الامصال اول ما يحسوا ان قوتهم خلصت، وبعدها يكملوا تدريب تاني. وبالاضافه لكده فهو بيفضل يشجعهم ويحمسهم لان التدريبات دي كانت صعبه جدا. في الاثناء دي بيجي دور تدريب تسلق الجبل، فبيتكلم جويون وهو قاعد فوق وبيقول لهم انا هزود ساعه تدريب اضافيه لو انتم ما وصلتوش لقمه الجبل في خلال نص ساعه بس. وقتها كل الطلاب مش بيكونوا قادرين خالص وجسمهم بيبقى واجعهم جدا، ولينج برضه بيبقى مش قادر وبيحس ان كده خلاص قوته كلها راحت. بس لان هاو بيجري وبيروح سابق لينج، فلينج بيتضايق وبيضغط على نفسه اكتر وبيروح سابقه تاني، لكن برضه هاو بيضغط على نفسه وبيروح سابقه هو كمان، وبيفضلوا ماشيين على الوضع ده. وفي النهايه هما الاتنين بيوصلوا مع بعض لقمه الجبل وبيرموا جسمهم، وبنشوف انهم تعبوا جدا. وبسبب المنافسه اللي ما بينهم دي فكل واحد فيهم بيقول ان هو صاحب المركز الاول، وبيفضلوا يتخانقوا على مين اللي كسب فيهم. بعد كده هاو بيمدد وبيقول للينج انا ملاحظ انك بقيت كويس جدا في اخر فتره، وبيفكروا لما كان قال انه مش عايز يروح لطريق البايزونيك لكنه دلوقتي بيجتهد عشان يبقى واحد منهم. بيرد لينج عليه وبيقول له في الحقيقه انا لسه مش واثق اذا كنت هخش الاختبار ده ولا لا، وبيقول له اللي انا خايف منه بس ان لو انضميت ليهم فانا ممكن اكون كده بقيت تحت سيطرتهم. هو ما بيكونش فاهم حاجه وبيقول له انت قصدك ايه بالظبط، فبيحكي له لينج بقى القصه من اولها وبيقعد يكلمه على نمر البرق وتيان وجي فينج والبنت زميلته. واثناء ما كانوا بيتكلموا كده بيوصل اخيرا باقي اصحابهم لقمه الجبل وبيكونوا مش قادرين خالص. بيبص جويون في الوقت وبيلاقي ان الثلاثه اللي طلعوا دول متاخرين 3 دقايق، فبيروح مزود لهم ساعه تدريب كمان، وعشان كده الثلاثه بينصدموا وبيصرخوا جدا لانهم تعبوا. بيشاور جويون على لينج وهاو بعدها وبيقول لهم انتوا ما ينفعش تكونوا بترتاحوا وزمايلكم عمالين بيعانوا كده، فبيتضايقوا هما الاثنين جدا لانهم دلوقتي برضه هيقوموا بتمرين لمده ساعه اضافيه. بس جويون بيحاول يحمسهم وبيقول لهم انا بعمل كده بس عشان تنجحوا في الاختبارات. في الوقت ده لينج بيقاطع كلام جويون وبيساله اذا كانت منظمه بايزونيك طيبه ولا شريره. بيستغرب جويون من السؤال وبعدها بيفهم لينج ان في اي مكان في العالم فاكيد هيكون فيه الخير وفيه الشر. لينج برضه ما بيكونش مستوعب وبيقول له يا ريت توضح لي اكتر، فبيجاوب جويون وبيفهمه ان منظمه البايزونيك بيكون لها جوانب خفيه وده شيء طبيعي لان اي ضوء دايما في العالم فبيكون معاه ظلام، وبينصحه برضه ان هو لازم في اي وضع يواجه الظلام ده وما يهربش منه. بيكمل كلامه بعدها وبيقول للينج على فكره انا انضميت للمنظمه دي وقت ما كان عندي 17 سنه بالظبط، وده كان بهدف واحد بس وهو ان انا اظهر الجانب الكويس للمنظمه وامحي كل الجانب المظلم. لينج بيبقى مندهش هنا من طريقه تفكير جويون، فبيروح هو ضاحك لما بيشوف منظره وبيقول له انا شكل بس المشاعر كانت سيطرت عليا لما كنت بتكلم. كل الطلاب في الاثناء دي بيكونوا مبسوطين بكلام جويون وبيقولوا ان هم عايزين يكونوا زيه، فبيضحك لهم جويون وبيقول لهم لو كان كده بقى فانتوا هتحتاجوا انكم تبذلوا جهد مضاعف. بيردوا عليه كلهم وبيقولوا له احنا مستعدين نعمل كده، وبعدها بقى بيرجعوا مره تانية لساعه التدريب الاضافيه دي. وبمرور الوقت فالايام بتفضل تعدي معانا يوم ورا التاني والطلاب كلهم بيبذلوا جهدهم عشان يقدروا يستعدوا للاختبارات. واخيرا بنوصل بقى لليوم اللي هيكون فيه ميعاد الاختبار، وقبل ما الاختبار يبدا فجويون بيجمع الطلاب وبيشجعهم وبيقول لهم انا واثق فيكم. وبعد كده بيروحوا بقى للملعب بتاع الاختبار واللي فيه كل المدارس بتبقى موجوده بالطلاب بتوعها. في الوقت ده هو بيتكلم مع اصحابه وبيقول لهم ده طلع في عدد كبير جدا من الطلاب هنا، لكن شين بيرد عليه وبيحبطه وبيقول له ان كده لسه في ناس كتير اصلا ما جوش لحد دلوقتي، وبيتساءل مع نفسه اذا كانوا هيقدروا فعلا يواجهوا كل العدد ده ولا ايه. في الاثناء دي بنعرف ان اختبار القبول لجامعه بايزونيك بيتقسم ل5 اجزاء، واللي هم يعني التصويت والمبارزه والقوه والسرعه واخيرا التحكم والتفكير، وهيتاهل للمرحله الثانيه من ال1200 طالب اللي موجودين هنا كل الطلاب اللي يقدروا يجيبوا اعلى من 100 نقطه. في الوقت ده وبعد التقديم فريق مدرسه لينج بيروح المطعم، وهناك لينسو بيبقى قاعد ومتوتر جدا وخايف، وكذلك برضه فراون وشين اللي معاه بيكونوا قلقانين جدا من الوضع. بس لما شين بيشوف شكل لينج وهو مش متوتر كده بيقول له انت ازاي بتاكل وانت مرتاح. لينج بيستغرب وبيقول له لان ببساطه الاكل هنا مجاني وكمان طعمه كويس. هاو بيحاول يحمسهم شويه هنا فبيزعق لهم كلهم وبيأمرهم ياكلوا بسرعه عشان يقدروا يعدوا في الاختبارات. في الوقت
كده بييجوا طلاب من بعيد للمكان، ولما بيشوفوا لينج بيقولوا عليه ان هو بياكل زي المحرومين بالظبط. فبيبص هاو باستغراب لورا عشان يشوف مين اللي قال كده، وساعتها فالنظام بيروح مدي اللينج 10 نقط بسبب كره شوجونج ليه. فبيتعجب لينج مع نفسه من حاجه زي دي لانه ما جاش جنبه اساسا. بعد كده بيقرب شو اصحابه من عند ترابيزه لينج وبيقول انا سمعت ان مدرستكم السنه دي تاهل منها 5 طلاب، لكن اللي انتم ما تعرفوهوش بقى ان المدرسه بتاعتي فتاهل منها 200 طالب. هاو بيبقى خايف هنا جدا لما بيعرف ان ده شو كوانج، فبيقرب منه هاو وبيقول له ان ابو شو ده يبقى رئيس ابويا في العمل، وبيعرفه ان هو طالب في مدرسه مينجرو ودي مش بتقبل بس غير الموهوبين واللي بيكونوا من ابطال مستوى نجمتين. بيرجع شو يتكلم مع لينج واصحابه وبيسالهم اذا كانوا جم هنا عشان ياكلوا وخلاص ولا ايه. فهاو بيجاوب وبيقول له لا احنا متوترين بس مش اكتر، وفعلا كلهم ساعتها بيبان عليهم التوتر ما عدا طبعا لينجو اللي بيكون مكمل في الاكل بتاعه ولا كأن في حاجه بتحصل. بيطمنهم شو شويه وبيقول لهم ما تقلقوش انا جيت بس عشان اسلم عليكم، وبيطلب منهم انهم ياخدوا حذرهم كويس جدا لان الاختبارات مش هتبقى سهله. وبعدها بيحكي لهم عن شخص كان كسر عظم ايده بسبب ضربه المقياس القوه بطريقه غلط، وعن شخص تاني كان اتعض من وحش روحي وكان خلاص على وشك انه يموت. وفي الاخر بيفهمهم ان في اصابات كتير يعني بتحصل في الاختبارات هنا واللي ممكن تؤدي للموت في النهايه. الطلاب الباقيين اللي في المكان بيلاحظوا وجود شو، فبسهوله بيتعرفوا عليه بسبب شهرته وبيقولوا عليه ان هو دايما بيحب يحبط المبتدئين، وفعلا بسبب كلامه ده فكل اصحاب لينج بيقلقوا جدا وبيحبطوا جامد. اما لينج بقى فهو بيسيب الاكل شويه وبيتكلم مع شو وبيساله اذا كان شايف ان هو يبقى احسن واحد في مدرسته ولا لا. شو بيستغرب جدا من سؤال زي ده، فبيقوم لينج وبيجرب انه يفعل عليه مهاره الاستحواذ وبيلاقي ان شو محتاج 100 نقطه بس عشان يقدر يستخدم المهاره دي ناحيته، وللسبب ده فبيفهم ان شو بيمثل ان هو قوي يعني وبيقرر يتحداه. بينصدم شو طبعا ولينج بيروح موضح له وبيقول له لو انا كسبت فانا هخليك ترقص وتشجع المدرسه بتاعتي، لكن لو انت بقى اللي كسبت فانا عمري ما هكمل الاختبار ده تاني حتى لو نجحت فيه، وعمري كمان ما هخشه مره تانيه. او طبعا بيتعصب جدا في الوقت ده وبيروح للينج وبيساله اذا كان اتجنن ولا ايه. وعلى الجهه التانيه فشو واصحابه بيضحكوا جامد وشو بيكلم لينج وبيقول له انا مش بقبل تحدي اي حد كده غير لما يكون قوي. وبعدها بيشاور على لينج جامد وبيقول له انت لو ما كنتش عارف حدودك بقى فانا ممكن اخليك تعرفها. بيمر الوقت معانا بعد كده والاختبارات بتبدا وشو بيتنده عليه عشان يدخل اختبار التصويب، فبيمسك شو المسدس وبيستعد بكل ثقه، وساعتها كل الطلاب بيبقوا مستنيين يشوفوا مهاراته. وهنا هو بيضرب بالمسدس وتقريبا كده كل الطلق بيجي في النص وبياخد 87 نقطه، فبيرفع المسدس لما بيخلص وبيقول النتيجه دي مش سيئه. كل الطلاب وقتها بيفرحوا جدا وبيشجعوا في شو بيكونوا منبهرين بادائه. اما شو نفسه فهو بيلتفت على لينج وبيبقى مستني انه يشوفه لان لما لينج كان بيكلمه كان باين عليه ان هو واثق من نفسه. بيخش لينج بقى اختبار التصويب هو كمان وبيخلص وبيجيب 42 نقطه بس، وبيبان عليه ان هو مبسوط جدا بنتيجه زي دي. لكن شو وقتها بينصدم من منظر النتيجه وبيفضل يضحك عليه وبيقول له ده انا كنت قلقان منك على الفاضي. على الجهه الثانيه فكل اصحاب لينج بيكونوا قلقانين جدا بسبب تحديه مع شو. بعدها بيجي بقى وقت اختبار القوه وشو بيجيب في الاختبار ده 89 نقطه في حين ان لينج بيجيب 65. فبيضحك شو مره تانية هو واصحابه على لينج وبيطلب من لينج واللي معاه ان هم ينسحبوا ويمشوا احسن. هاو بيكون متضايق قوي على اخره من اللي بيحصل في حين ان لينج مش بيكون فارق معاه وبيبقى برضه عمال بياكل زي ما هو. فبيلتفت له هاو وبيخنقه وبيزعق له وبيقول له دلوقتي في فرق 69 نقطه ما بيننا وما بينه. وبعدها بقيه الفريق بيفضلوا يزعقوا لينج برضه وبيقولوا له حاول تشد على نفسك اكتر من كده. بيبتسم لهم لينج وبيقول لهم انتوا ليه متوترين دلوقتي، وبيطلب منهم ان هم يهدوا بس وهو هيوريهم هيعمل ايه بعدين. بعد كده الاختبار اللي عليه الدور بيجي وبيطلب من الكل ان هم يخشوا الصناديق اللي قدامهم، وبيبقى موجود جوه كل صندوق من الصناديق دي 300 فار وواحد منهم بس هو اللي بيكون معاه الجرعه. والطلاب فلازم عليهم بقى ان هم يلاقوا الفار الوحيد اللي معاه الجرعه في اسرع وقت ممكن. بيقف شو قدام الصندوق وبيبقى مقروف جدا لكن بيقول ان الموضوع ده ممكن يكون سهل، ووقتها بنعرف ان هو معاه 176 نقطه حاليا. اما لينج فمش بيبقى مقروف ولا حاجه وبيبقى مستعد وهو متحمس، وبنعرف ان هو حاليا معاه 107 نقطه. في الوقت ده كل الطلاب بيكونوا مستعدين وواقفين قدام الصناديق عشان يدخلوها، وساعتها رئيس المفتشين يان مو بيجي مع شي وبيسالها على لينج، فبتوريه له شي وبتعرفه ان هو للاسف ما جابش نتائج كويسه ابدا في اول اختبارين ودلوقتي موقفه بقى صعب. لكن يان بيبقى منتبه على لينج وبيقول لها الولد ده شكله مرتاح جدا واكيد هيبهرنا كلنا دلوقتي. في اللحظه دي بتظهر في المكان صاحبه شي واللي هي زهاو نائبه وزاره الامن العام في المقاطعه الشرقيه. وقتها هي بتكلم السيد يان وبتساله عن سبب قدومه للمكان هنا، فبيرد يان وبيعرفها ان هو جاي بس يشوف الموهوبين الجدد مش اكتر، وبيقول لها يعني لحد دلوقتي في اشخاص منهم كويسين. وبعد كده بيرد لها هو السؤال وبيسالها عن سبب قدومها لهنا، فبترد زهاو وبتعرفه ان في عمليات اغتيال كتير جدا حصلت في الفتره الاخيره وهي دلوقتي جايه تطمن بس ان الاختبارات ماشيه كويس من غير اي مشاكل فيها. وبعد كده بتلتفت لشي وبترحب بيها وبتسلم عليها. في اللحظه دي الوقت بيبقى عدى شويه وبنشوف ان في واحد قدر يخلص الاختبار. زهاو بتستغرب جدا ومش بتكون مصدقه ان في حد قدر يخلص الاختبار بالسرعه دي، ويان هو كمان بيكون مندهش وبيتساءل عن مين ممكن اللي يكون خلص. بترد عليه زهاو وبتقول له شكل كده الموهوب اللي انت بتدور عليها
هيظهر اخيرا. في الوقت ده كل الطلاب برضه بيكونوا منصدمين ان في حد قدر يخلص دلوقتي وكسر الرقم القياسي للاختبار ده، فعشان كده هم كلهم بيجروا ناحيته بحيث يعرفوا مين اللي خلص. وهنا بنعرف ان اللي خلص الاختبار يبقى هو شو، واللي بيلاقي ان في عدد كبير جدا من الطلاب بيجروا ناحيته بيستغرب شويه في الاول، لكن بيقول بعدها ان اكيد الطلاب كلهم منبهرين بسرعتي في ان انا خلصت الاختبار ده. وساعتها بنعرف ان هو كان خلص الاختبار بالكامل في خلال دقيقتين و7 ثواني. بيقف بعدها قدام الطلاب بكل ثقه وبيفضل يشكرهم على اعجابهم بيه، لكنه بيتفاجئ واحنا برضه بنتفاجئ لما الطلاب دول بيعدوا من جنبه وبيروحوا عند حد تاني خالص. وساعتها بيلتفت عليهم وبيتساءل بس عن مين ممكن يكون خلص الاختبار في وقت اقل منه. وهنا بنعرف ان كل الطلاب بيروحوا لعند لينج وبيسالوه عن مدرسته وعن الوقت اللي قدر يخلص فيه الاختبار ده، وبيبقى متجنن من اللي شايفه ومش مصدق ان لينج خلص قبله فعلا. وساعتها بنعرف بقى ان لينج قدر انه يخلص الاختبار ده بالكامل في خلال 10 ثواني مش اكتر. بيبدا لينج يحكي للطلاب اللي حصل وبيقول لهم ان بالصدفه الفار اللي كان معاه الجرعه عدى من جنبي، فانا بسرعه جريت عليه واخدت الجرعه منه على طول. وبكده في الاختبار ده فلينج بيقدر يكتسب فيه 100 نقطه بالكامل. هو بيبقى مصدوم ساعتها لان لينج قدامه عمل انجاز بالصدفه ومش بيكون مصدق ان في حد ممكن يقول على نفسه كلام زي كده. اما شوفا بيضحك وبيقول للينج طالما كانت بالصدفه فده معناه ان هو كان حظ بس المره دي. لكن ساعتها لينج وزمايله بيستفزوه بيفضلوا يرقصوا وبيحتفلوا باللي حصل وبيقولوا له المهم ان احنا كسبنا. وبيتضايق وبيقول للينج ما تفرحش كده لان انا لحد دلوقتي لسه النقط بتاعتي اكتر منك. بعد كده لينج واصحابه بيمشوا، ساعتها زهو بتبقى واقفه قدامهم. ووقتها فلينج كان لسه بيتكلم مع اصحابه وبيقول لهم احنا نقدر نعوض فرق النقط دي في الاختبارات الجايه كلها. زهو هنا بتبقى مركزه قوي مع لينج وبعدها بتقرب منه وبترحب بيه، لكن لينج حرفيا بيعدي من جنبها وبيعمل نفسه ولا شايفها ولا سامعها حتى، وبيقول لهوا انا واثق ان احنا هنكسب. زهو بتنصدم من الموقف ده فبتلتفت وبتبص على لينج وبتلاقي ان هو عمال بيضحك ومش مدي اي ردة فعل على مقابلته ليها، وبتخمن ان كده ممكن اللي قابلته ده يبقى شخص مختلف ولا حاجه. بس في الحقيقه لينج هنا كان قاصد وكان استخدم مهاره التمثيل، وبينتبه بعد ما زهو مشت انها ما اتعرفتش عليه او على الاقل خالص ما بقتش واثقه من هويته. بعد كده الاختبارات بتكمل وبيجي الدور على اختبار السرعه واللي هو الجري ال 400 متر. شو ساعتها بيبقى واقف جنب لينج في السباق وبيقول له على فكره انت لو خسرت مني في الاختبار ده فانت كده مستحيل تقدر تكسب. في الاثناء دي الحكم بيصفر وبيطلب من الكل ان هم يستعدوا عشان الاختبار هيبدا حالا. فبيبص لينج جنبه على شو وبيقول له لو ما كنتش تعرف فكل اللي في المدرسه عندي بيمدحوني على سرعتي العاليه في الهروب. وهنا وبمجرد ما الحكم بيضرب الطلقه لينج بيستخدم مهاره الخطوات الخفيفه وبيخلص الاختبار ده في حوالي 32 ثانيه وبياخد عليه 100 نقطه. اما شو فهو برضه بينتهي من الاختبار لكن في حوالي 47 ثانيه، وعشان كده هو بيتضايق جدا وبيقول هو ازاي لينج قدر يخلص الاختبار بسرعه. طبعا وزي المره اللي فاتت كل فريق لينج بينبسطوا جدا لانه دلوقتي كسب شو تاني. اما شوفه برضه بيكون متعصب وعمال بيزعق للينج وبيقول له انا برضه لحد دلوقتي لسه جايب نقط اعلى منك. في الاثناء دي بيجي بقى وقت اختبار المبارزه، والهدف المطلوب في الاختبار هو قتل اكبر عدد من الخفافيش في مده 5 دقائق. بيمسك شو سيفه وبيقف بكل ثقه وبيقول للينج انت ما طلعتش وحش لكنك مش هتكسب برضه، وبيفهمه ان هو يعتبر احسن واحد في الاختبار ده وقادر يجيب فيه لحد 75 نقطه، وبيشرح له ان دلوقتي موقفه هو صعب لانه لازم يجيب 97 نقطه بسبب ان الفرق ما بينهم 22 نقطه. الاختبار بيبدا بعدها ولينج بيكون جد جدا وبيفضل يقتل في الخفافيش دي وبيقول انا لازم اكسب، لكن بعد شويه للاسف بيلاحظ انه بالمعدل اللي ماشي بيه ده فممكن يخسر لان الوقت بقى قليل. بس هنا لينج بيفتكر كلمات جويون عن التحكم في الطاقه وانها بتخلي الابطال يتجاوزوا حدود البشر، وبرضه بيفتكر من كلامه انه ممكن يطلع من التحكم ده تقلبات ملحوظه في الطاقه. بيفكر لينج شويه وبيقول ان الخفافيش اللي هنا اكيد حساسه لتقلبات الطاقه، وبعدها بيرمي سيفه وبيقف وبيتحكم في طاقته وبتظهر هاله قويه جدا حواليه، وبسبب اللي حصل ده فكل الخفافيش بتتحرك وبتتوجه بالكامل على لينج. شو بينتبه لحركه الخفافيش وبيكون مستغرب جدا من تصرفاتهم، وبينصدم جدا لما بيكتشف ان الخفافيش دي رايحه على لينج بشكل مرعب وباعداد مهوله، وساعتها هو بيقعد يزعق له وبيقول له انت غبي لانك هتموت ومش هتكسب في الاختبار لو فضلت مكانك، لكن لينج بيفضل مطنشه وبيقعد يجمع في قوته بشكل اكبر عشان الخفافيش دي تتجمع حواليه. وفي الوقت ده شو بيزعق للينج تاني وبيطلب منه يبطل اللي بيعمله لانه مستحيل يقدر يقتل كل الخفافيش دي بالسيف. في اللحظه دي بيبقى في خفاش خلاص على وشك ان هو يعض لينج، فبيفتح لينج عينه بسرعه وبيحول ايده المخالب وبيستخدم قوه القط يويو واللي اكتشفنا ان هو كان اخدها اساسا، ومن بعدها بينزل بهجوم حرفيا على كل الخفافيش اللي حواليه بالمخالب وبيقطعهم كلهم. الطلاب هنا بينصدموا من مهاره لينج وخصوصا شو اللي بيبقى واقف وبيتساءل لو لينج كان قدر يجيب 97 نقطه فعلا، ولكن لينج في الوقت ده بيبقى حقق المستحيل ومش بيجيب 97 نقطه ولا حاجه بل بياخد 99 نقطه في الاختبار، وفي النهايه فمجموع النقاط بتاعته بتوصل لحد 406 نقطه. اما شوف هو بيجيب 69 نقطه في الاختبار ده ومجموع النقط بتاعته بتبقى 398 نقطه. بيلتفت لينج لشو بعدها على طول وبيقول له بما اني كسبت فروح دلوقتي وارقص بقى وشجع المدرسه بتاعتي، فبينفذ شو طلبه ده للاسف وبيلبس لبس المشجعات وبيفضل يرقص وبيقول ان مدرسه وينشينج هي احسن مدرسه، ووقتها هو حرفيا بيبقى مهزقه ما بين الجميع لان كل الطلاب بيتفرجوا عليه وبيفضلوا يضحكوا.
معاكم. بيروح لينج لهاو في الاثناء دي وبيقول له حبيت بس افكرك ان انا كنت قايل لك باني هكسب في الاختبار، وبعدها بيشجع هاو برضه وبيقول له انا متاكد انك هتأدي بشكل كويس في الاختبار انت كمان. بيلتفت لباقي زمايله برضه وبيعرفهم ان هم اكيد كلهم كده هيكسبوا، وساعتها بيحط ايديهم فوق بعض وبيحمسوا نفسهم عشان يكسبوا. بيمر الوقت معانا بعدها بقى وهاو بيجيب نتائج حلوه في الاختبارات دي ومجموعه بيبقى 404 نقطه، في حين ان شين بيجيب 341 ولين بيجيب 334، اما روان واخيرا فيها بتجيب 352. وبكده فالترتيب العام لينج بيكون فيه موجود في المركز 229، وهاو بيبقى في المركز 301 وروان 512 وشين في المركز 607، اما اخيرا لين شي فده بيكون في المركز 674. وفي النهايه بقى فكل طلاب مدرسه وينشنج الخمسه بيقدروا ان هم يتاهلوا للمرحله النهائيه من اختبار البايزونيك. بعد ما الاختبارات بتخلص بقى هم الخمسه بيروحوا وبيحتفلوا مع المعلم جو وبيشربوا نخبه تاهل، وهاو بيتكلم وقتها وبيقول للمعلم احنا بقينا كويسين جدا بسبب التدريبات بتاعتك بس، لكن المعلم جو ما بيرضاش بكده وبيعرفهم ان هم اللي كانوا بيبذلوا كل الجهد. روان في الاثناء دي بتبقى بتعيط من الفرحه ومش مصدقه ابدا انها اتاهلت فعلا، فالمعلم جو بيهديها وبيقول لها انت لازم تؤمنوا بقوتك لانك موهوبه وقويه جدا، وبينصحها دلوقتي انها ترتاح كويس بس عشان الاختبار النهائي. وبعد كده بيتكلم مع الجميع وبيقول لهم انا عايزكم تفرحوا، كل الطلبات اللي انتوا هتشربوها هتبقى على حسابي النهارده. بينبسطوا كلهم قوي بكده، وفي الاثناء دي فالموبايل بتاع هاو بيرن، ولما بيرد بيرحب بابوه لكن فجاه بتبان ملامح الصدمه على وشه، ووقتها بننتقل احنا لعند شاشه الاخبار والمذيع فيها بيبلغ ان في عمليات اغتيال منتشره جدا في المقاطعه الشرقيه وبيحذر كل السكان. وبعد كده بيكمل وبيعرفهم ان الاختبار النهائي هيبقى موجود في حديقه شومي بمنطقه قريبه من مدرسه وينشنج، وكمان الرئيس التنفيذي للمقاطعه واللي هو وانج دي هيبقى موجود في الاختبار ده وهيتفرج. فريق لينج طبعا بيعرفوا اللي حصل، ولين بيقول احنا لازم نحتفل لان الاختبار ده هيتعمل في المقاطعه بتاعتنا، بس ساعتها لينج بيقطع الكلام وبيخش في الاوضه على اصحابه وبيقول لهم هو موجود فين دلوقتي. فبترد روان وبتقول له انه كان جاله اتصال من اهله وطلع عشان يرد عليهم، ولين بيتكلم برضه وبيطمن لينج وبيعرفه ان هاو اكيد هيجي كمان شويه، لكن في الحقيقه لينج هنا بيبقى قلقان على هاو لانه مش بيرد على موبايله خالص، فبيقرر يستنى شويه كده وبعدها يبقى يتصل عليه تاني. في الوقت ده كل الطلاب اللي في الفندق بيكونوا مبسوطين لانهم هيخشوا الاختبار النهائي اخيرا. لينج بيسمعهم وهو معدي من جنبهم وبيقعد يفكر في هاو انه طول عمره بس كان بيحلم انه ينضم لمنظمه البايزونيك، وبيقول ده على طول كان بيبذل كل جهد عنده عشان بس يتقبل. بعد كده لينج بيروح لبيت هاو لكنه بيستغرب لما بيلاقي ان البيت ضلمه خالص وبيحس ان كده ممكن تكون في مشكله، فبيخش جوه البيت بالراحه عشان يشوف فيه ايه، وبينصدم لما بيلاقي جثه الخادم على الارض. لينج لما بيشوف الجثه بيرن على طول على شي وبيعرفها ان هو عيلته اختفوا، وان كمان الخادم بتاع البيت لقاه مقتول هناك وجثته كأن كل الميه اللي فيها مسحوبه حرفيا. بترد شي عليه وبتقول له هو في فعلا نشاطات اغتيالات زايده جدا في المنطقه، وبتطلب منه انه يمشي دلوقتي بسرعه من المكان وهي هتبعت حد عشان يحقق في الموضوع. بيستغرب لينج وبيقول لها ليه تبعتي حد ما تيجي انت بنفسك، بس بترد هي عليه وبتقول له انا مش هعرف لان انا هبقى مسؤوله عن رئاسه الامن في الاختبار بتاع بكره. بيسمع لينج كلامها وبيقول لها تمام انا هفضل واقف هنا ومستني اي حد يتبعت. بيقفل المكالمه معاها بعد كده وبيفضل مستني، بس فجاه بيسمع صوت حد داخل وبيستغرب من سرعه وصول المحققين للمكان. الشخص اللي بيجي ده بيبقى متضايق قوي وهو بيتكلم في الموبايل، ولما بيقرب من عند الصاله اللي لينج فيها بيحس ان في حد موجود، لكن لما بيدخلها ومش بيلاقي ان في حد بيقول انها كانت ممكن تكون خيالات مش اكتر. بعدها بيكمل كلامه في الموبايل وهو متضايق، والسبب في كده بيرجع لانه مش بيحب ينظف مكان حد، وبيبقى مش حابب ابدا ان هو يتخلص من جثه ما قتلهاش اساسا. بيمسك الجثه دي بعد كده بقى وبيرفعها لفوق، وبمجرد ما بيطرقع صوابعه بس الجثه حرفيا بتولع وبعدها بتختفي على طول. لينج في اللحظه دي بيبقى شايف كل حاجه من بعيد وبيكون مستغرب جدا، وبعد كده الشخص ده بيطلع لبره وبيرمي التراب اللي كان خرج من حرق الجثه وبيركب العربيه، وبيفضل يكمل مكالمته وبيعرف زميله انه خلاص تخلص من الجثه دي ومن كل الدلائل وبينطلق بالعربيه بتاعته. بس لينج ساعتها ما بيسيبوش، فبيطلع لبره وبيجري ورا العربيه دي وبيقول انا لازم انقذ هاو. لينج هنا كان طبعا مستخدم مهاره الخطوه الخفيفه واللي كانت مخليها تحرك من فوق المباني ورا العربيه. وبعد شويه ولما العربيه دي بتقف قدام مبنى، لينج بيفضل واقف فوق سطح مبنى مقابل، ولما بيبص على المبنى اللي الشرير داخل منه ده بيكتشف ان هو يبقى عقار تابع لابو هاو. في الاثناء دي وبعد ما الشرير بيدخل بيوصل برضه الرئيس هو كمان، والرئيس ده يبقى هو القاتل لو شينج، واللي اول ما بيوصل بيشكر اتباعه على المجهود بتاعهم. في الاثناء دي لما بتشوف واحده اسمها شيو الشخص الشرير اللي في الاول وهو داخل بتفضل تتريق عليه وبتقول له انت شكلك بقيت بطيء جدا. بيتضايق الشخص ده وبيفضل يزعق لها وبيقول لها انا ممكن احرقك حالا، بس شيو بتزعق له برضه وبتقول له انا ممكن اقطعك لاشلاء دلوقتي، وكذلك اختها شو جين بتبقى متعصبه وبتصرخ فيه. لو شينج بيزعق لهم كلهم وقتها وبيقرب من عند قفص وبيقول لهم يا ريت تسكتوا دلوقتي عشان جه وقت التحرك. وساعتها بنشوف ابو هاو اللي هو لو تيان بيطلب من العصابه دول يسيبوا ابنه بس وهو هينفذ كل الاوامر بتاعتهم. بيبتسم له لو شينج وبيقول له ما تقلقش لان كده كده مفيش اي حد هيتاذى طول ما انت متعاون معانا، وبيوعده ان بالكتير يعني فالموضوع ده
كله ممكن يخلص على بكره الظهر. في الاثناء دي اتباع لو شينج كانوا بيدوروا على مفتاح عشان يخرجوا مينج لكنهم مش بيلاقوا معاهم حاجه. فشويو بتتعصب وبتقول لهم ابعدوا كلكم دلوقتي، وبتروح هي ماسكه القضبان بتاعه القفص وبتكسرها وبترمي الباب كله. هاو بيبقى في القفص ساعتها وبيكون منذهل جدا من قوه شويو. اما العصابه فهي بتاخد الاب وبتسيب هاو زي ما هو في القفص وبيبداوا يتحركوا بيه. ساعتها لو شينج بيلتفت على البنت اللي اسمها شوجين وبيعرفها انهم هيرجعوا بكره وبيطلب منها ما تسمحش للمنظمه تيجي وراهم. بترد عليه شوجين وبتقول له بس انا عايز اجي معاكم. بس بتتدخل اختها شويو وبتكلمها وبتقول لها انت لازم تفضلي موجوده هنا عشان ما تسمحيش بهروب الرهاين. بتسمع شوجين كلامها لكن بتقول لها ان الموضوع ده هيبقى ممل جدا. فبتهديها شويو وبتقول لها عموما انت تقدري تعملي كل اللي انت عايزاه لما نمشي من هنا وتمارسي هوايتك المفضله. في الوقت ده هو بيبقى خايف جدا على ابوه لما بيبعد عنه فبيفضل يصرخ عليه عشان يرجع له. اما شويو فهي بتكون مبسوطه جدا وبتقول لكل الاتباع ان هي اللي هتكون مسؤوله هنا. وبعدها بتقعد على الكرسي بقى وبتطلب من الاتباع دول يخدموها دلوقتي. وبعد شويه كده بتقول لهم انا عايزاكم تجيبوا الولد المحبوس ده. فبيجيبوا لها هاو فعلا وبيرموه قدامها. وهنا هي بتكلمه وبتقول له على فكره انت وابوك هتموتوا بكره. هاو طبعا بيتضايق قوي ساعتها وبيكون على اخره. فبتكمل شويو كلامها وبتقول ان الاباء اغبياء جدا وبيحبوا دايما يتمسكوا بحبل ضعيف عشان يعيشوا. وبتقول لهاو على فكره انا ممكن اديك امل بسيط عشان اتاثرت بحبك لابوك. وفعلا وقتها هي بتفك القيود بتاعته وبتامره يجري دلوقتي زي الكلاب ويتصل بالشرطه وبتفهمه ان دي فرصته الوحيده عشان يعيش. هاو بيستغرب جدا وبيفضل منذهل من كلامها ده. وعلى طول هو بيتحرك وبيبدا يجري من المكان بكل سرعته عشان يهرب. ساعتها هاو بيبدا يعيط لانه بيفتكر اللي حصل لابوه من العصابه دي. ووقتها لما الموجودين بيشوفوه وهو بيعيط كده بيفضلوا يضحكوا عليه. فبيمسح هاو دموعه وبيبقى برضه بيفتكر والده لما كان بيتوصل للعصابه انها تسيب ابنه بس. وعشان كده فمش بيستسلم وبيقرر ان هو لازم ينقذ ابوه هنا باي ثمن. لكن في اللحظه دي في واحد من العصابه بيكعبل هاو وبيقوم جاي موقعه على الارض وبيفضل يضحك برضه. فهاو بيصرخ وبيقول للكل ابعدوا عني دلوقتي لان لازم اروح وانقذ والدي. اللي كعبله ده بيقرب منه اكتر وبيقول له يا ريت تصرخ بصوت عالي كمان لان هكسر لك رجلك حالا. وفعلا هو بيرفع رجله وخلاص بيكون على وشك ان هو ينزل عليه. لكن في اللحظه دي وفجاه بقى لينج بيتدخل وبيهجم على فرد العصابه ده وبيقطع رجله بمهاره المخالب. كل افراد العصابه بينصدموا من اللي حصل وحتى هو كمان بينصدم. اما لينج فبيثبت على الارض وبيقول لافراد العصابه انا هقتلكم واحد ورا التاني. وبعدها بيمسك هاو وبيقول له خليك في مكانك هنا وانا ههتم بكل العصابه دي. هاو بيبقى مستغرب من وجود لينج وبيقول له انت لقيتني ازاي. فلينج بيفضل يحكي له القصه وان هو كان قلقان عليه لحد ما تتبع عربيه القاتل ووصل لحد هنا. هاو بيتضايق قوي من كده وبيقول له ما تتدخلش في حاجه. بس لينج بيروح ساله وبيقول له انت ليه ما كلمتش الشرطه. فهاو بيفهمه ان هو لو كان عمل حاجه زي دي فكان زمانه ميت دلوقتي هو وابوه اساسا. في الاثناء دي شوجين بتبقى واقفه وبتتفرج وبتكون مبسوطه جدا لان صاحب هاو جه عشان ينقذه. وبتعرف لينج ان مهارته اللي عملها من شويه دي كانت مدهشه فعلا. وبتقول له ان تقلبات الطاقه اللي في جسمك دلوقتي بتدل على انك مستيقظ لسه من فتره قريبه ومستحيل تقدر تهزمنا مهما عملت. بيأكد هاو على كلامها وبيعرف لينج ان الخصوم دول اقوياء جدا وحتى عددهم اكبر مننا بكتير. وبيطلب منه بس ان هو يهرب ويسيبه دلوقتي اول ما يلاقي ان في فرصه قدامه. لينج بيسكت للحظه وبعدها بيقول لهاو احنا فعلا مش هنقدر نهزم الناس دي بالطريقه العاديه. وبسرعه بيروح مدي لهاو خبطه كده في رقبته وبيخليه يغمى عليه. شوجين واللي معاها بيستغربوا جدا من تصرف لينج ده. اما لينج فبيبقى واقف قدامهم ومستعد جدا وبيقول انا دلوقتي هستخدم طرق متطوره عشان اقدر اهزمهم. وبنعرف هنا ان هو قدر يجمع حوالي 5472 نقطه عشان يقدر يستخدم مهاراته في المواقف الصعبه. في اللحظه دي في فرد من العصابه بيجي بسرعه وبيروح على لينج عشان يضربه باللكمه في وشه وبيفضل يتريق عليه. بس لما اللكمه دي بتيجي في وش لينج فرد العصابه بيستغرب جدا لانه حرفيا ما تهزش من مكانه. بيرد لينج عليه بقى وهو واخد اللكمه وبيقول لهم انا دلوقتي هخليكم كلكم تبقوا عبيد عندي. وفي الوقت ده لينج بيعرف من النظام ان كل فرد من افراد العصابه هيكون محتاج 50 نقطه بس عشان يتم استخدام مهاره الاستحواذ عليه. فبيمسح لينج الدم اللي نازل وبيقول لافراد العصابه هجموا عليا بسرعه دلوقتي لاني مستعجل. بيضحك افراد العصابه وبيقولوا له لو كنت عايز تموت فمفيش اي مشكله. وفعلا هم بينطلقوا عشان يهجموا عليه بسرعه. في الاثناء دي لينج بيفضل ثابت في مكانه حرفيا وبعدها بيبتسم ابتسامه شريره جدا. وهنا هو بيجهز سنانه للعض وكل ما واحد منهم بيقرب بيروح عضه بسرعه. كل افراد العصابه وقتها كانوا عمالين بيتلموا وبيفضلوا يتجمعوا حواليه باعداد كبيره. وهنا شوجين بتتضايق من المنظر وبتقول لهم ما تموتوش الولد ده لان انا عاوز العب معاه لسه شويه. لكن بعد كده ولما بتبص عليهم كويس وبتركز هي بتستغرب جدا عشان بتلاقي ان لينج واقف في النص وما وقعش. وكمان بتلاقي ان كل الافراد بداوا يبطلوا هجوم واحده واحده وبعد شويه كلهم بيقفوا حواليه زي التماثيل بالظبط. في الاثناء دي كل وش لينج بيبقى عباره عن دم. فبتبدا شوجين انها تترعب وبتقول للينج انت ليه واقف كده وايه اللي عملته في اتباعي وخليتهم ما يتحركوش. لينج ما بيردش وبيعرف من النظام ان هو هيحتاج 1000 نقطه عشان يستخدم مهاره الاستحواذ عليها. فبيتكلم لينج وبيقول تمام هي كده شكلها قويه شويه ومختلفه عن اللي انا عضتهم دول. ووقتها هي نقطه بتكون نقصت وبيكون متبقي معاه 3032 نقطه. شوجين ولا بيكون فارق معاها حاجه وبتقعد تضحك وبتقول للينج انت مهما عملت فانت مستحيل تهزمني.
تهزمني. بيرد لينج عليها بكل برود وبيقول روحوا امسكوها دلوقتي. بيسمع كل افراد العصابه الامر وبيهجموا على شوجين وبيمسكوها وبيكتفوها، فبتصرخ شوجين جدا وبتبقى مستغربه وبتقول لاتباعها انتوا ايه اللي بتعملوه ده دلوقتي. لينج وقتها بيبقى واقف وبيتفرج على كل اللي بيحصل وبيكون حاسس ان هو بيتفرج على فيلم بالظبط. وبعدها شوجين بتتضايق جامد جدا وبتقول لاتباعها انتوا ضايقتوني دلوقتي وبتروح مهاجمه عليهم، وفي لحظه بتستخدم قوتها وبتخليهم يبعدوا عنها وبعدها بتقتل عدد منهم. بتوجه كلامها للينج في الوقت ده وبتقول له انت ايه اللي عملته في اتباع المخلصين، وبتروح مهاجمه عليه هو كمان برضه وبتعرفه انها هتقتله حالا. بس في اللحظه دي بيتدخل واحد من افراد العصابه وبيقف في طريق شوجين وبيحول ايده لفولاذ وبيصد هجومها، وبعدها واحد تاني بيجي وبيهاجم عليها بمهاره كف جوجو، وكمان تاني بيجي وبيضربها بالرجل. ومش بس كده، ده برضه بيجي شخص تالت وبيهجم برمح البرق، والرابع بيستخدم اصابع التدليك. بيتلموا عليها كلهم هنا وبيمسكوها جامد جدا وبيخلوها ما تعرفش تتحرك من مكانها. في الاثناء دي لينج بيكلمها وبيقول لها انا اول مره اواجه بايزونيك خطيره زيك كده، وبيقول لنفسه انا خايف ان انا اقاتل ناس بنفس المستوى بتاعها في المستقبل، فللسبب ده انا محتاج اكسب خبره كبيره بقى من معركه حقيقيه عشان ممكن اواجه حد زيها فعلا. وهنا بيأمر كل افراد العصابه ان هم يبعدوا عنها دلوقتي وبيقرر يروح ويقاتلها بنفسه. بيسمع الافراد الكلام وبيبعدوا فعلا، وشوجين بتستغرب برضه وبتقول للينج هم ليه بيسمعوا اوامرك، وبتساله كمان اذا كان متاكد انه عاوز يواجهها بنفسه فعلا دلوقتي ولا ايه. بيرد لينج على السؤال الاخير بس وبيقول لها انا اقوى مما انت تعتقدي بكتير، وبعدها بيهزر معاها وبيروح حادف لها كره على شكل خيط، فغريزه القطه اللي فيها بتشتغل على طول وبتجري ورا الخيط ده، لكن اول ما بتمسكه بتتضايق جدا وبتفضل تشتم في لينج. لينج بيكمل وبيستفزها اكتر وبيستخدم الليزر قدامها، فشوجين بتفضل تجري وراه، واول ما شوجين بتفوق من غريزتها بتعرف لينج ان هي هتقتله وبتطلب منه يقاتلها بجد، فبينفذ لينج طلبها بسرعه وبيروح مهاجم عليها على طول، لكنها برضه كانت سريعه وبتلاحظ هجومه ده وبتقدر تتفاداه وبترجع لورا. لينج ما بيستناش وبيروح جاي مستخدم المخالب وبيهاجمها برضه، فبتتحمس شوجين جدا من مهارته دي لانه بيقدر يتحول زيها، ولما لينج بيهاجمها هي بتقدر تتفادى الهجوم برضه وبتروح مهاجمه عليه بالرجل، بس برضه هو كمان بيتفادى الهجوم وبيستخدم مهاره الرجل الخفيفه وبيروح ضاربها، لكنها وبمرونه رهيبه بتفضل تتشقلب في الهواء وبتتفادى كل ده. بيجي الدور على شوجين بقى في الهجوم وبتروح ضربه بمخالبها، بس لينج بيستغل سرعته وبيلف وراها وبيخلي الهجوم ينزل على الفاضي. ساعتها كل افراد العصابه بيبقوا شايفين اللي حصل وبينبهروا جدا بالقتال القوي اللي ما بينهم ده، وشوجين وقتها بتفكر وبتقول ان لينج ده طلع سريع جدا وبالشكل ده فانا ممكن ما اعرفش امسكه، بس برضه هي بتبقى متاكده ان هو مش هيعرف يلمسها بسبب مرونتها الشديده، لكن المشكله الكبيره دلوقتي انها قامت باستهلاك طاقه كبيره بسبب الهيئه دي. وهنا هي بتفتكر تقنيه جديده كده اختها كانت علمتها لها عشان تجمع بيها الطاقه، ووقتها اختها كانت عملت الطاقه دي وشكلتها على شكل قطه قدامها، وبعدها كانت قعدت تشرح لها ازاي تقدر تركز الطاقه بقى على الشكل اللي عملته وتتحكم في الطيف ده من على بعد كمان. نرجع مره تانية هنا للقتال، وشوجين بتقرر انها تستخدم المهاره دي فعلا، فبتروح جايه عامله قطط الموت وبتامرهم كلهم ان هم يهجموا على لينج حالا. الاتباع وقتها بيستغربوا لان دي تبقى نفس تقنيه اختها وبتقعد 15 ثانيه بس، ولان شوجين كانت عارفه ده كويس فبتحاول تخلي القطط يهجموا باسرع حاجه عندهم. بتتكلم مع لينج بعدها وبتقول له دلوقتي القطط هيحوطوك من كل الاتجاهات واول ما يقربوا منك فهم هينفجروا. في الاثناء دي لينج بيفضل واقف في مكانه وبيكون مركز جامد جدا، وبعدها بثانيه بس فالقطط بتوصل لعنده فعلا وبتنفجر، ووقتها شوجين بتستغل الموقف وبتنط عليه من وسط الدخان اللي الانفجار عمله وبتعرفه ان هو خلاص كده مات. بس المفاجاه انه اثناء ما شوجين كانت بتهاجمه بتلاقي فجاه لكمه منه طالعه ناحيتها، وساعتها هي بتكون في كامل صدمتها لانها كانت فاكره ان هو اتاثر جامد جدا بسبب الانفجار اللي حصل فيه. وهنا لينج بيقوم جاي نازل عليها باللكمه دي في نص وشها وبيروح رازعها في الارض. شوجين بتفضل مرميه على الارض وبرضه مش بتكون مصدقه ان لينج لسه عايش، وبتقول له انت ازاي فضلت عايش كده بالرغم من ان قطط الموت كلها انفجرت جنبك. فبيرد لينج وبيعرفها ان هو استخدم مهاره الحاجز الحديدي الخاصه لواحد من افراد العصابه عشان يحمي نفسه، وبيكمل وبيقول لها انا حاليا استنسخت دستة مهارات من افراد العصابه بتاعتك. شوجين ما بتكونش مصدقه وبتقول ان استنساخ مهارات كل افراد العصابه يعتبر شيء مستحيل، وبتفهمه كمان ان مهاره الحاجز الحديدي ضعيفه اصلا والمفروض ما تقدرش تصمد قدام انفجار الموت. بس لينج بيقول لها انا عارف حاجه زي دي كويس وللسبب ده فانا طورت المهاره ب 2000 نقطه. شوجين طبعا ما بتكونش فاهمه اي حاجه من كلامه، فبيقرب لينج منها وبيقول لها انت اكيد كل الخدع بتاعتك خلصت دلوقتي، وبعدها بيضحك وبيقول لها استعدي بقى عشان انا هعضك انت كمان. بتترعب شوجين من المنظر وبتتوتر وبتفضل تترجى ان هو ما يقتلهاش بس وبتقعد تعيط له، وساعتها بتفتكر اختها كمان وتحديدا لما قالت لها ان خلاص من اول دلوقتي ما عادش في حد هيتنمر علينا لاننا بقينا من اقوى البايزونيك، وعرفتها ان بسبب قوتها دي فهيقدروا يتخلصوا من اي حد ممكن يقف قدامهم. نرجع مره تانية بقى للوقت الحالي واللي فيه شوجين بتفضل تترجى في لينج ان هو ما يقتلهاش، وبتقول له انا اختي هتزعل جدا عليا لاننا كنا متعاهدين مع بعض ان احنا مش هنتفرق ابدا. بيبص لها لينج فجاه وبيقطع كلامها وبيقول لها هو مين قالك ان انا هقتلك اساسا؟ فبتستغرب شوجين من كلامه وبتقول له انت قصدك ايه؟ فبيرد لينج عليها وبيقول لها انا بس بربي الاطفال المشاغبين اللي زيك مش اكتر. وهنا هو خلاص بيفعل مهاره
الاستحواذ وبيقدر يستحوذ عليها اخيرا وبتبقى عبد عنده، وبيختار من كل مهاراتها مهاره قطط الموت عشان ينسخها، وبكده فكل اللي بيكون متبقي معاه بس هو 32 نقطه. بتقرب شوجين بعد كده لما بتبقى عبده وبتفضل تلحس فيه زي القطط بالظبط، ورينج وقتها بيكون متضايق من تصرفها ده وبيطلب منها تبعد شويه، وبعدها بيدي تعليماته لكل اللي موجودين وبيقول لهم انتوا لازم تتبعوا باقي افراد العصابه دلوقتي، وهدفنا الاول والاساسي هو انقاذ مينج ابو هاو. بمرور الوقت هم بيتحركوا وبيخشوا جوه نفق، وساعتها هاو بيفوق من الخبطه اللي كان اخدها دي وبيستغرب جدا وبيروح ضرب التابع اللي شايله، وبعدها بيكلم لينج وبيساله عن اللي حصل وعن المكان اللي هم فيه دلوقتي. بيرد لينج عليه وبيطلب منه يهدى شويه دلوقتي، بس هو لا بيهدى ولا حاجه، وبيبقى فاكر ان لينج اتمسك هو كمان من افراد العصابه، وبيقول له انا مش فاكر اي شيء غير ان انا فقدت وعي بس بطريقه غريبه. بيتوتر لينج هنا لانه مش بيبقى عاوز يعرف هاو ان هو السبب، وبيقول له ان الاشخاص دول قاموا بصعقك. هاو بيتضايق قوي وبيقول ده انا هدفي الاساسي كان جذب انتباه كل الاتباع عشان تقدر تهرب. بيبص له لينج وبيحاول يهديه وبيعرفه ان الاشرار دول ما طلعوش سيئين ولا حاجه. طبعا هاو بينصدم وبيفضل متنح من الكلام ده، فلينج بيشرح له وبيقول له انا اقنعتهم ان هم يسيبوا المجال بتاعهم ويبداوا حياه جديده من غير اي جرائم بعد كده. هاو برضه ما بيكونش مصدق، لكن الاتباع دول بيروحوا له وبيعتذروا له وبيطلبوا منه ان هو يسامحهم، وحتى شوجين بتيجي وبتبص لهاو بلطف عشان تستعطفه، وساعتها لينج بيتكلم معاه تاني وبيقول له ما تقلقش لان انا اقنعتهم باساليب سلميه. بعد كده بيغير الموضوع وبيقول له المهم دلوقتي بقى هو ان احنا نمشي ورا المجرمين عشان نقدر ننقذ ابوك. فبيرد هاو عليه وبيروح سائل الانفاق دي ممكن تكون بتودي لحد فين. بتجاوبه شوجين وبتقول له انا ما اعرفش لان انا دايما كنت بنفذ اوامر اختي من غير ما اسالها على اي حاجه. والاتباع هم كمان بيعرفوا لينج ان رؤسائهم هم اللي كانوا بيستخدموا الانفاق وما كانوش بيقولوا على اي حاجه. لينج ما بيشغلش باله كتير وبيقول ان اهم حاجه بالنسبه لهم دلوقتي هو انقاذ العم مينج باسرع وقت ممكن، وبعد كده بيتساءل مع نفسه اذا كان هيقدر بقى ان هو يواجه كل المجرمين دول لوحده ولا لا. كلهم بيفضلوا هنا ماشيين في النفق ده لوقت طويل جدا لدرجه انه بيحس ان هو ملوش نهايه، ووقتها هو بيتكلم مع لينج وبيقول له اعتقد كده ان احنا دلوقتي بقينا الصبح. فبيروح معتذر له لانه بالشكل ده هو ضيع عليه الاختبار الاخير. لينج ولا بيفرق معاه وبيقول له انا مش مهتم اساسا ان انضم للبايزونيك، وبيفكروا ان هو اللي كان عايز ينضم وكان بيتدرب بجد عشان يوصل للمنظمه. بس في الاثناء دي وبره الساعه بتبقى 8 و25 دقيقه وبيكون خلاص فعلا الاختبار على وشك انه يبدا، وفي مكان الاختبارات فبيطلع صوت من الميكروفون واللي بيطلب من الكل ان هم يستعدوا عشان الاختبارات دي هتبدا دلوقتي. في الوقت ده لين اللي في فريق لينج بيتكلم مع اصحابه وبيقول لهم ان لحد دلوقتي هو لينج ما رجعوش لسه من امبارح. بيرد شين عليه وبيقول انهم لو ما جوش بسرعه فكده هيطردوا بره الامتحان. على الجهه الثانيه اللي اسمه شو ده بيتضايق جدا وبيحسب ان لينج وهان هربوا من هنا عشان خايفين منه. في الاثناء دي رئيس المقاطعه وانج زي بيعرف الكل ان خلاص باقي 10 دقايق بس على البدايه، وبيكرر كلامه تاني بان لازم كل الطلاب حاليا يبصوا على قواعد الاختبار قبل ما يدخلوا، وبعدها بيعرفهم ان هم معاهم 4 ساعات عشان يقدروا يوصلوا لبرج اورشي، وكل الطلاب اللي هيقدروا يوصلوا للبرج ده قبل انتهاء ال4 ساعات فهيتم اعتبارهم ناجحين. وبنعرف منه برضو ان الطلاب بيكونوا واقفين عند 4 بوابات مختلفه والهدف بتاعهم اللي هو البرج بيكون موجود في نص الغابه. وفي اللحظه دي رئيسه المكالمه بتقول انا جاهزه خلاص، وبعدها جو رئيس قسم الامن بيقول انه جاهز، وكذلك المنصه برضو بتبقى جاهزه، وحرفيا الجميع بيكونوا واقفين ومستنيين بس اشاره البدء. وبعدها على طول بقى وبشكل رسمي بيبدا اختبار البايزونيك الاخير، وساعتها الابواب اللي قدام الطلاب بتتفتح وشو بيجهز نفسه للدخول، في حين ان زمايل لينج بيكونوا متضايقين عشان لينج وهو ما وصلوش لحد دلوقتي. الكل وقتها هنا بيكونوا في قمه حماسهم وبيبقى عندهم امل كبير جدا ان هم ينجحوا. في الوقت ده السيد يانمو بيبقى بيشاهد كل حاجه، فبيكلم شي وبيقول لها انا لحد دلوقتي مش شايف لينج. بتبص شي هي كمان وبيبان عليها انها متضايقه عشان مش شايفاه برضه. على الجهه الثانيه لينج بيبقى لسه في النفق وبيطلب من هاو يبطل كلام عن الامتحان ده ويتحركوا بسرعه دلوقتي عشان يلحقوا ينقذوا ابوه. وبعد كده بيؤمر شويه من افراد العصابه انهم يروحوا الاماكن عامه ويعملوا اي شغب لكن من غير ما يضروا اي حد هناك. هاو بيستغرب جدا من الامر ده وبيسال لينج عنه، فبيرد لينج عليه وبيقول له ما تشغلش بالك لانك هتفهم بعدين. بيكلم شوجين بعدها وبيقول لها انت احسن مقاتله مدى قريب وكمان مهارات التعقب بتاعتك كويسه جدا. وبيبدا هنا ان هو يعمل الخطه بقى وبيخلي شوجين فيها دور كبير، وفي وسط ما هو كان عمال بيشرح كده القاتل مستخدم النار بيجي وبيفاجئهم وبيقول لهم انا كنت حاسس ان في حاجه غلط بتحصل وعشان كده رجعت، لكن في الحقيقه اتضح ان الاحساس بتاعي ده كله صح فعلا. بتتكلم شوجين لما بتشوفه بتقول ان القاتل ده اسمه الدميه الحمراء، فبيرد الدميه الحمراء عليها وبيقول لها انا كنت فاكرك عدو في الاول، وبعد كده بيروح سائلها عن باقي افراد العصابه. بترد شوجين وبتقول له انا سبتهم بس عشان يحرسوا الرهينه وجيت هنا بنفسي عشان اشوف اختي. الدميه الحمراء ما بيكونش عاجبه الموضوع ده وبيقول لها انت ممكن تتقتلي بسبب كده، وبيطلب منها ما تلوموش بقى على عدم منعها من اللي بتعمله. في الاثناء دي لينج بيبقى قاعد ومطمن لان الدميه الحمراء اساسا ما يعرفوش ولا حتى يعرف هاو. بيفكر لينج وبيبقى عايز انهم يتجمعوا بسرعه بقى عشان الموضوع ده يخلص ويجمعوا نقط كتير. وفي الوقت ده شوجين كانت لسه بتتكلم مع الدميه الحمراء
وبتساله عن المكان اللي هيروحه، فبيرد عليها وبيقول لها انا رايح عشان اجمع ثروتي. بيسمع لينج كلامه وبيتساءل اذا كان الدميه الحمراء بيتكلم عن مخزون مدرسه وينشينج من الاحجار الروحيه ولا ايه. وبعد كده بيلتفت لهاو وبيساله عن سبب خطف العصابه لابوه، فبيرد هاو وبيعرفه ان ابوه ده يبقى هو مؤسس البنيه التحتيه للمدرسه وعارف كل حاجه في المكان، وغالبا هم اكيد عايزينه عشان يرشدهم لمخزون المدرسه من الاحجار الروحيه. بس فجاه هو بيفتكر ان مخزون المدرسه من الاحجار الروحيه مش كبير اساسا، وده معناه ان ممكن ما يكونش ده السبب. بيفضلوا هما الاتنين هنا يفكروا شويه، وبعد كده لينج بيفهم ايه اللي بيحصل، فبيلاحظوا هاو بيلف له وبيقول له وصلت لايه. بيرد عليه لينج وبيقول له ان فعلا مخزون المدرسه ده قليل واكيد عصابه بالشكل ده مش هيكونوا مهتمين بيه، لكن دلوقتي مكان المدرسه فهو بيستضيف اختبارات البايزونيك واكيد هيكون في شخصيات مهمه جدا موجوده هناك، وغالبا كده فالشخصيات المهمه دي هي هدفهم الاول والاخير. في الوقت ده بننتقل احنا لعند الاختبار تاني، وتحديدا عند حديقه الاوركيد، وهناك بنشوف 2 من الطلاب بيعدوا اول عقبه في 10 دقايق واللي هي غابه الاشواك الكثيفه، وبعدها 3 طلاب بيروحوا محققين ارقام قياسيه جديده. نرجع مره تانية لهاو اللي بيكون مكمل كلامه مع لينج وبيقول له ان في تامين عالي جدا على اختبارات القبول واكيد مش هيحصل حاجه هناك، وبيفكروا حتى ان رئيس الامن بتاعهم يبقى هو جو يون. في الاثناء دي جو يون كان مراقب كل حاجه فعلا وبيبلغ ان مفيش اي حاجه غريبه لحد دلوقتي حصلت، لكنه برضه بيأمر الكل مهما كان ان هم ياخدوا حذرهم كويس. وفي اللحظه دي وفي نفس المكان اللي جو يون واقف فيه بيخش عليه واحد لابس عبايه ومش باين منه اي حاجه خالص. جو يون بينصدم وبنعرف ان الشخص ده معاه 2 كمان لابسين زيه بالظبط، وهنا بيرحب واحد منهم بجو يون وبيقول له انا جيت لعندك عشان ادي لك هديه، وبيروح ضارب عليه كره طاقه. جو يون واللي معاه في الاثناء دي بيكونوا منصدمين ومش عارفين ازاي دول قدروا يدخلوا لهنا، وبعدها وبسبب الضربه فبيحصل انفجار كبير جدا في المبنى، وبسبب قوته فشيو يان مو زهاو الرئيس التنفيذي كلهم بيشوفوا الانفجار وبينصدموا. الحراس هنا ما بيضيعوش اي وقت وبيجروا بسرعه ناحيه المكان عشان يشوفوا ايه اللي حصل، بس بعدها باب الاوضه اللي الحراس فيها ده بينفجر وبيخش واحد من الاشرار وبيرحب بكل اللي موجودين، وبيقول لهم لو انتم مش فاهمين حاجه فحب اعرفكم ان دي تبقى عمليه خطف. بيزعق واحد من الحراس وبيسال بصوت عالي عن القائد جوه فريق الامن، فبيرد عليه الشخص الشرير ده وبيقول له هدي نفسك لانهم كلهم اتبادوا خلاص، وفعلا كلهم هنا بيبقوا مرميين على الارض ومن ضمنهم جو يون. في الاثناء دي قوات الامن الخارجي بيحاول يتواصل مع الامن الداخلي وبيسالوا عن الوضع لانهم شافوا الانفجار. بيتكلم الشرير مع الرئيس التنفيذي ساعتها وبيطلب منه يرد عليهم بسرعه ويعرفهم ان كل حاجه تمام. بيسمع الرئيس التنفيذي وانج كلامه فعلا وبيمسك اللاسلكي وبيعرف قوات الامن الخارجي ان كل حاجه كويسه. بيبتسم الشخص الشرير ده وبيقول له ما تقلقش لان سلامتك بالنسبه لي تعتبر اهم من الاختبار. على الجهه الثانيه وفي نفس الوقت برضه السيد يان بيأمر شي ان هي تتحرك دلوقتي، فبتسمع شي كلامه وبتتحرك عن طريق استخدام قدرتها وبتتخفى. ووقتها الرئيس التنفيذي وانج كان لسه بيتكلم مع الشرير ده وبيساله عن هويته وعن ايه اللي هو عايزه بالظبط. بيرد الشرير عليه وبيقول له انا عايزك بس تفتكر الحادثه اللي كانت حصلت من 8 سنين. وانج بيحاول يفتكر لكنه ما بيقدرش يوصل لحاجه، فبيتدخل الشرير وبيقول له تمام انا ممكن اساعدك في التفكير شويه، وبيروح قايل له في الفتره دي منظمه البايزونيك كانت لسه منظمه محليه، وان منطقه تشاو تشينج كانت فقيره جدا وساعتها جت منظمه اسمها ميست ودمرت المنطقه بالكامل. ومش بس كده ده كمان كان اتقتل في الهجوم ده حوالي 1375 انسان، وللاسف ولان منظمه البايزونيك كانت لسه ضعيفه ومش زي دلوقتي فهي كانت وصلت متاخر وتاخيرهم ده هو اللي سبب الدمار كله. لكن من بعد الحادث ده فكل الاضواء اتسلطت على المنظمه وبدات انها تزداد في قوتها اكتر، وبعدها فانت السيد وانج بقيت موجه في المنظمه دي ووصلت لحد انك تبقى رئيس تنفيذي للمقاطعه الشرقيه. بيكمل الشرير ده كلامه وبيسال السيد وانج اذا كان الموضوع ده وراه حاجه خفيه ولا لا، بس قبل ما يجيله الجواب بيجي واحد من الاشرار دول اللي عنده وبيعرفه ان لونج شينج وصل وهيبداوا المهمه دلوقتي. لونج شينج وقتها بيبقى فرحان جدا ومبسوط من تعاونهم مع بعض، وساعتها فابو هاو بيبقى معاه وبيبان عليه ان هو تعبان جدا وبيعرف لو تشينج ان حديقه الاوركيد فوقهم بالظبط، وبيطلب منه ان هو يطلق سراح ابنه بس طالما نفذ له كل الاوامر بتاعته. بيهدي لو تشينج وبيقول له ما تقلقش انا كده كده هريحك. وعلى الجهه الثانيه الدميه الحمراء برضه بيوصل هو وباقي العصابه للمكان، فلو تشينج بيستغرب من العدد وبيقول هو ايه اللي جاب كل ده لهنا. وقتها هو بيشوف ابوه قدامه فبيبقى خلاص هيصرخ وينادي عليه لكن لينج بيتدخل وبيمنعه. وفي الاثناء دي شويو كانت بتضرب اختها على راسها وبتقول لها انا عرفتك انك ما تجيش ورانا. بيحاول لو تشينج يظبط الموضوع فبيطلب من الكل انهم يهدوا دلوقتي لان الحوار ما طلعش سهل، وبيعرفهم ان هو حاليا تعبان شويه وعايز يجدد طاقته، فبيرفع ايده لفوق وبنشوف ان ايده دي بيبقى فيها فتحه واسنان كمان، وبعدها بيروح حاططها على وش تابع من العصابه وبيمتصه تماما لحد ما بيخلي جسمه ناشف شبه جثه الخادم اللي كان من عيله هاو. ساعتها كل اللي موجودين بيبقوا منصدمين من اللي حصل وحتى افراد العصابه نفسهم، بس لو تشينج ما بيكتفيش بكده، هو بيقول لهم انا لسه جعان جدا وبيروح باصص على ابو هاو وبيقول له انا دلوقتي هنفذ وعدي ليك وهو ان انا هريحك من كل حاجه. وفعلا هو بيمد ايده عليه هنا عشان يبدا يمتصه، لكن في الوقت ده هو بيقوم جاي متحرك بسرعه وبيروح وبيخبط لو تشينج عشان يبعده عن والده. لو تشينج بيطير
لورا من الخبطه، والدنيا الحمراء وشويو بيتفاجئوا من اللي حصل. ساعتها العم مينج ده بيروح على هاو وبيساله اذا كان كويس دلوقتي ولا لا، فهاو بيرد عليه وبيقول له انا كويس جدا وكمان مبسوط ان انت عايش. وفي الاثناء دي لينج بقى بيروح متكلم مع كل العبيد بتوعه، بيقول لهم ما تفضلوش واقفين كده وهجموا على العصابه حالا. اتباع لينج كلهم بينطلقوا فعلا وبيهجموا على لو تشينج وشويو والدميه الحمراء. وفي الوقت ده مينج بيكلم ابنه وبيقول له انت ليه جيت لحد هنا، فبيرد عليها وبيحاول ان هو يعتذر له. وقدامهم افراد العصابه بيبقوا عمالين بيقاتلوا في بعضهم، ولينج بيطلب من هاو وابوه يهربوا بسرعه من المكان ده. لو تشينج هنا بيتعصب شويه وبيسال اتباعه عن سبب تمردهم ده، بس بعدها بيروح فاتح بقه بقى وبيمتص كل الاتباع اللي حواليه حرفيا وبيفضل يضحك بشكل هستيري. في الوقت ده شوجين بتتعصب وبتبقى عاوزه تروح وتقتل لو تشينج لانه قتل خادمها اللي كان بيعمل لها مساج، لكن اختها شويو بتفضل ماسكاها وبتحاول انها تخليها تهدى حبه. في خلال الوقت ده كان لينج وهاو وابوه قدروا انهم يبعدوا شويه عن المكان، فبيتكلم لينج وبيقول احنا لازم نبلغ البرج المركزي بسرعه لان العصابه هتاذي الطلاب. نرجع مره تانية هنا بقى للسيد وانج واللي خلاص بيعرف الاشرار بمكان المستودع والجرعات بتاعه المدرسه. الشرير اللي قدامه مش بيكون عاجبه الموضوع وبيقول له انت كده على فكره بتقلل مننا جامد لان ده مش هدفنا اساسا. وبعدها بيقول له عموما خلاص لان الطلاب دلوقتي وصلوا للنقطه المحدده. وفعلا في الاثناء دي كل الطلاب اللي في الاختبار بينصدموا لما بيلاقوا ان في عدد كبير جدا من الخفافيش والفيران جايه بتجري عليهم، وبيكون مستغرب وبيقول هو ليه تم اطلاق الفيران والخفافيش في المرحله الثانيه بس من الاختبار، وكمان بيكون مندهش جدا من ان اعدادهم كبيره قوي كده. وفي وسط الحوارات دي بتظهر كمان قطه الموت معاهم. كل الطلاب بيلفوا وبيجروا على طول من الوحوش دي وهم مرعوبين وخايفين انهم يموتوا، وبيفضلوا يصوتوا باعلى صوتهم عشان اي حد بس يساعدهم. في اللحظه دي بنعرف ان شويو تبقى هي المتحكمه في كل الفيران والخفافيش عن طريق امدادهم بالطاقه، وبتقدر عن طريق كده انها تحاصر الطلاب وهتخليهم كلهم يوصلوا للبرج المركزي بس في خلال ساعه. وبكده بقى وبالنسبه لها فبتكون خلاص عملت المهمه المطلوبه منها. في الوقت ده قوات الامن الخارجيه مش بيكونوا لسه عارفين اي حاجه، لكنهم بس بيفضلوا واقفين في الموقع بتاعهم عشان يستعدوا لاي حاجه تحصل. ساعتها شي كانت عماله بتحاول تتواصل معاهم لكن بتلاقي ان مفيش اي شبكه في المكان، فبتحاول تفكر في اي حل لانها لازم تبلغ باللي بيحصل ده في المكان باسرع وقت ممكن. على الجهه الثانيه بقى وفي الاختبار اصحاب لينج الثلاثه بيفضلوا يجروا من الوحوش دول وهم خايفين جدا، وبعدها وهم بيجروا روان بتتكعبل في حجر وبتقع على الارض وخلاص الوحوش بتبقى على وشك انها تقتلهم. بس المفاجاه ان شو بيتدخل وبيمسك السيف بتاعه وبيقتل عدد كبير من الوحوش دي. روان بتنصدم ومش بتكون مستوعبه ان شو هو اللي انقذها، فبسرعه شو بيزعق لها وبيأمرها تقوم بسرعه من هنا وتساعده هي كمان. ووقتها هما الاثنين ومعاهم شين ولين بيقفوا حواليهم اعداد كبيره جدا من الوحوش دي بتهجم عليهم وشين وشو بسببهم بيتجرحوا في وشهم، بس بالرغم من كده هما مش بيستسلموا وبيقولوا احنا مش هنموت مهما حصل. وللسبب ده فالوحوش بتكمل هجوم مره تانية، لكن فجاه بتظهر قطه الموت في المكان وبتنفجر وسطهم كلهم. الطلاب بيكونوا منذهلين من سبب الانفجار، وبعدها شو بيستغرب جدا لما بيلاقي ان لينج وهاو قدامه. بيزعق لينج للجميع وبيعرفهم ان المكان ده مش مناسب للكلام وبيطلب منهم يستخدموا الممرات اللي المجرمين دخلوا بيها لهنا عشان يهربوا. بيبداوا يتحركوا فعلا وشو بيكلم لينج وبيقول له احنا هنعمل ايه في الاختبار كده، فبيجاوبوا لينج وبيقول له ما تخلكش غبي لان الاختبار ده اكيد مش اهم من حياتك. بيكلم هاو لينج وبيساله اذا كان بيفكر ما يهربش معاهم ولا ايه. بيسكت لينج لشويه لحظات كده وبيروح معرفه فعلا ان هو مش هيهرب معاهم. على الجهه الثانيه بقى باقي الطلاب كانوا لسه عمالين بيواجهوا في الوحوش، وواحد شجاع من الطلاب بيكلمهم وبيقول لهم ما تخافوش لانهم شويه فيران وخفافيش يعني، وبيروح قتل عدد كبير جدا منهم. لكن للاسف في اللحظه دي الدميه الحمراء بيظهر في المكان وبيطرقع صوابعه وبيقوم جاي مستخدم مهاره النار، وعلى طول بيروح طالع من ايده طلقات نار كتير جدا وبتصيب الطالب ده في دراعه. بيتكلم الدميه الحمراء بعدها وبيقول انا بتعصب جدا من الشجعان اللي بيطمنوا غيرهم دول لانهم ممكن يبوظوا خطتنا كلها. وبعدها بيهدد الطلاب وبيعرفهم انه هيقتل اي واحد فيهم عامل نفسه قائد عشان الخطه بتاعته تمشي بسلاسه. الطلاب هنا على طول بيترعبوا جدا منه وبيطلعوا يجروا من الخوف، والدميه الحمراء بيفضل واقف في مكانه وبيضحك على منظرهم. وخلاص الخطه كده بتكون شغاله كويس لان كل الطلاب بيبقوا متجهين في مكان واحد وهو ناحيه البرج. في نفس الوقت ده شي بتكون خلاص قدرت انها توصل لقوات الامن الخارجيه، فبتفضل تخبطهم على الباب وبتعرفهم بصوت عالي ان البرج المركزي تم الاستيلاء عليه بواسطه الاشرار. وبرضه في نفس الوقت بيبقى كل الطلاب خلاص اتجمعوا بشكل كامل عند البرج المركزي ومش بيكونوا عارفين هيروحوا لفين تاني. وبكده فالدميه الحمراء وشويو بيكونوا عملوا مهمتهم بشكل كويس. بيتكلم لو تشينج بعد كده مع الشخص الشرير اللي في البرج وبيقول له احنا خلاص قدرنا نحاصر كل الطلاب، فبينبسط الشخص ده جدا وبيقول له احنا كده اخيرا هنقدر نكتشف حقيقه الواقعه بعد 8 سنين. بيبص ليان مو بعدها وبيساله اذا كان عارف حقيقه واقعه تشو تشينج ولا لا، وبيكمل وبيبدا يحكي له وبيقول له ان الكل مفكر ان البايزونيك اتاخروا لان المعلومات وصلت لهم متاخر عشان هم ما كانوش منظمه رسميه لسه، لكن الحقيقه بقى هم كانوا اتاخروا عن قصد عشان يثوروا الراي العام ويخلوا الكل يشوفوا الانجاز اللي هم عملوه، وعشان يحققوا ويوصلوا لهدف زي كده فهم كانوا ضحوا في المقابل بحياه 1375 شخص بريء. بيفضل يكمل في كلامه برضه عن المنظمه وبيقول انها كانت فاسده جدا
جدا ولازم يتم اقتلاعها من جذورها دلوقتي. وبيقرر حالا بقى ان هو ينفذ الخطه وبدايتها هتبقى بالطلاب. يانمو بيكون متضايق وبيقول له انت ناوي تعمل ايه معاهم؟ ما بيردش الشخص ده عليه وبيروح مدي الاشاره للو تشينج عشان يبدا الخطه. فبينبسط لو تشينج جدا بكده وبعدها بيروح مصفر. وعلى طول اول ما ده بيحصل الطلاب بيحسوا ان الارض تحتهم بتتهز وكلهم بيقولوا ان في زلزال. وهنا الارض دي بتتشقق وبيخرج منها دوده عملاقه جدا ودي اللي بتخلي كل الطلاب يفضلوا يصرخوا. بتفتح الدوده دي بقها المخيف وبتستعد عشان تهاجم. الحراس هم كمان بيكونوا منصدمين من الدوده ومن حجمها ومش عارفين هيتصرفوا معاها ازاي. في حين ان لو تشينج كان مبسوط وبيقول شكل الدوده دي كانت طالعه من مستودع المدرسه واكلت كل الاحجار خلاص. بيبدا الشخص الشرير هنا يتكلم مع اللي موجودين معاه في المكان وبيعرفهم ان الدوده دي تبقى هي دوده الاسنان المدوره وانهم تعبوا جدا عشان يقدروا يربوا واحده بحجمها. وبيكمل وبيقول لهم برضو ان هي بتطلع بخار بيقدر يسبب هلوسه لاي شخص يشمه، لكنه بس مش بيأثر غير على الضعاف زي الطلاب اللي موجودين في الاختبار كده. وفي الاول والاخر يعني كلها شويه وقت وكل الطلاب دول هيكونوا تحت سيطرتي. السيد يان بيتعصب قوي وبيقول للشرير ما تدخلش الطلاب لانهم عباره عن شويه اطفال مش اكتر. بس الشخص الشرير ده بيفضل مصر وبيقول له انا عاوز اعمل عليهم بس طفره علميه. بيتعصب السيد يان برضه وبيأمره يوقف اللي بيعمله ده لان قوات الامن الخارجيه عرفوا اللي حصل وجايين حالا في الطريق. الشرير ولا بيكون فارق معاه وبيقول انا عامل حساب ده وكل حاجه هتخلص قبل ما يجوا. حتى على الجهه الثانيه لو تشينج بيكلم الدوده دي وبيقول لها خلينا نبدا لعب يلا. فبتتجهز الدوده فعلا وبتروح مطلعه بخار الهلوسه واللي لما الطلاب بيشموه مش بيكونوا عارفين ده يبقى ايه بالظبط. في الوقت ده كل افراد العصابه بيكونوا متحمسين جدا لان خطتهم عماله بتنجح دلوقتي. اما يان فبيبقى لسه متضايق وبيأمر الشرير انه يوقف اللي بيعمله بسرعه. بس فجاه وبشكل غريب الدوده دي بتبطل انتاج الدخان. لو تشينج بيستغرب وبيأمر الدوده انها تكمل انتاج الدخان لانها المفروض تكون اكلت كل مخزون المدرسه. وهنا الطلاب اللي واقفين قدام الدوده بيلاحظوا انها تقريبا عماله بتتألم. وفي الوقت ده بيكون حجم الدخان قل خالص وتقريبا بيكون اختفى. يعني الدوده فعلا بتبقى تعبانه وفجاه بيطلع منها صوت غريب وبيتكلم. لو تشينج بيستغرب اكتر لانه ما كانش متوقع ان الدوده دي هتقدر انها تتكلم فعلا. وشوجين كذلك بتبقى واقفه ومنبهره جدا لانها اول مره تشوف دوده بتتكلم في حياتها. لكن هنا بقى بنعرف ان اللي عمل الصوت ده يبقى لينج وهو جوه بطن الدوده واللي بيقوم جاي خارج باستخدام مهاره مخالب يويو. الاغلب طبعا مش فاهم ازاي ده حصل فخلونا نرجع فلاش باك ل 30 دقيقه قبل دلوقتي. وتحديدا بنروح لما لينج كان بيعرف الكل على مكان الممر الارضي اللي هم هيهربوا منه. وساعتها واثناء ما هم ماشيين في المكان لينج بيلاحظ حاجه غريبه فبيستأذن اللي معاه ان هو هيروح يعمل حاجه ضروريه وبيطلب منهم يمشوا. هم اصحابه بيبقوا قلقانين عليه وقتها ان يحصل له حاجه لكن هو بيطمنهم وبيقول لهم لينج دايما بيبقى عارف ايه اللي المفروض يعمله. وهنا كنا رحنا للوقت اللي الطلاب بيتحاصروا فيه ولينج بيبقى معاه 528 نقطه ودي تعتبر حاجه سيئه جدا لان النقط دي تعتبر قليله عشان يقدر يواجه بيها العصابه. وبيتمنى بس دلوقتي ان افراد العصابه اللي كان بعتهم يضايقوا الناس يدوا له شويه نقط بسرعه. وفعلا اتباع لينج كانوا قايمين بالخطه لدرجه ان في واحد منهم بيقلع البنطلون وبيفضل يضايق كل اللي موجودين في الشارع. وحتى في شخص تاني بيروح للسينما وبيبوظ على الناس الفيلم وطبعا كل اللي في السينما بيكونوا متضايقين جدا من حاجه زي دي. في الاثناء دي لينج بيحس فجاه بتقلبات روحيه قويه جدا وبيستنتج ان ده كده معناه ان مستودع المدرسه للجرعات قريب منه وبيكون خايف قوي منها بسبب شكلها وحجمها الضخم لكنه مش بيكون حاسس منها باي تهديد. بس بسرعه رهيبه الدوده دي بتفتح بقها وبتروح مهاجمه عليه. لينج بيتفاجئ من الهجوم فبسرعه بينط وبيبعد عنها والدوده دي بتكمل وبتخبط في الارض وبتفضل تحفر وتختفي. وهنا بقى لينج بيفهم ان الدوده دي اكيد تابعه للو تشينج وبيتساءل عن سبب وجودها هنا. وفي اللحظه دي التراب اللي قدام لينج بيبدا يقل وبيختفي فبيبص لينج وبيستغرب لانه بيلاقي الدوده مش موجوده في المكان قدامه خالص. ولما بيبص وراه بيكتشف ان الدوده لسه تحت الارض وعماله بتحفر فبيستنتج وقتها بقى ان الانفاق بتاعه الهروب دي تبقى من صنع الدوده. في اللحظه دي الدوده بتفاجئ لينج مره تانية وبتلف وبتطلع من تحته بالظبط عشان تاكله. ووقتها لينج ما بيكونش عارف يعمل ايه وحتى الهروب بيكون صعب جدا بالنسبه له. وفعلا الدوده ساعتها بتبلعه جواها لكن لحسن الحظ لينج كان واخد مهاره الحمايه بس برضه الوضع كان صعب جدا بالنسبه له ومش بيكون عارف هو هيفضل كده لحد امتى. لينج لما بيخش جوه كان بيبقى مقرر انه يستخدم مهاره مخالب يويو عشان يطلع منها لكن ما بيعملش كده وبيجيله فكره انه يفضل قاعد في بطن الدوده دي عشان يقدر يخش وسط العصابه من غير ما اي حد ياخد باله. وفعلا هو بيفضل قاعد جواها وبيتحمل القرف لحد ما الدوده دي بتتحرك وبيسمع صوت ناس كتير بره. وفي وقتها بقى وحاليا فهو كان استخدم مهاره مخالب يويو عشان يطلع من الدوده. بيطلع لينج من بطن الدوده وبيفضل واقف في مكانه ومش بيتحرك وكل العصابه طبعا بينصدموا من اللي حصل ولو تشينج بيفضل ينده على الدوده دي وبيكون زعلان انها ماتت. وحتى على الجهه الثانيه يان مو وزهاو مش بيكونوا مصدقين ان حاجه زي دي بتحصل. قائد العصابه بيبقى على اخره لما بيشوف لينج ولينج هنا بيبدا يتحرك وبيكون حاسس ان هو عمل انجاز عشان وقف خطه العصابه. وبعدها قائد العصابه ده بيطلع اللاسلكي اللي معاه وبيطلب منهم يمسكوا لينج مهما حصل. في الاثناء دي لو تشينج كان راح لعند الدوده وبيحاول يعالجها. اما شويو فكانت رايحه وبتدور على لينج لكن المفاجاه ان شوجين بتيجي
بتيجي وبتقف قدامها. شويو بتزعق لها وبتقول لها ابعدي دلوقتي لان مش عايزه العب، بس برضه شوجين بتفضل مصممه وبتقول لها انا مش هسيبك تقربي من لينج ابدا. في الوقت ده الدميه الحمراء بيقاطعهم وبيزعق لهم هما الاثنين عشان مش بيطاردوا لينج، وبيتساءل مع نفسه هو انا ليه دايما اللي لازم اعمل كل حاجه بنفسي. بيتكلم القائد مع لو تشينج بعدها وبيساله عن الوقت اللي هيحتاجه عشان يعالج فيه الدوده، فلو تشينج بيعرفه ان هو فاضل له حوالي 10 دقايق وعشان كده القائد بيتضايق جدا بسبب التاخير. وبعدها بيلتفت لاتباعه وبيامرهم انهم يعطلوا قوات الامن الخارجيه على قد ما يقدروا. وفي الاثناء دي فالسيد يان مو بيكون فرحان لان لينج جه وساعدهم بالرغم من الظروف الصعبه. نرجع مره تانية بقى لينج نفسه، بنلاقي عنده ان الدميه الحمراء هو اللي بيطارده، فبيطمن لينج من كده وما بيقلقش قوي يعني. وفجاه لينج بيلاقي ان في حد بيتواصل معاه ذهنيا. بيستغرب لينج من الصوت الغريب ده ومش بيكون عارف جه منين. وقتها بنعرف ان السيد يان مو هو اللي بيكلمه واللي بيطلب منه ما يخافش ابدا، وبيعرفه ان هو يبقى المعلم الخاص بتاع شي وبيتواصل معاه ذهنيا دلوقتي. لينج بيندهش من كده وبيرحب بالسيد يان لانه عارف انه شخص كويس. بيخش السيد يان في الموضوع على طول وبيقول له انا عايزك تاخر العصابه ل 15 دقيقه بس على ما قوات الامن الخارجي توصل. لينج هنا بيبقى شايف ان 15 دقيقه دي ممكن تكون صعبه شويه، لكنه ولا بيفرق معاه وبيرد على السيد يان بكل ثقه وبيقول له ما تقلقش انا هعمل كده. في الوقت ده الدميه الحمراء بيتضايق من لينج لانه سريع جدا، فبيقف في مكانه وبيضرب نار من صوابعه وبيحرق بيها الغابه اللي حوالين لينج عشان يمنعه من الهروب. لينج بيشوف النار جايه قدامه ومش بيكون عارف يروح فين بالظبط، والدميه الحمراء بيكلمه وبيقول له النار دي متغذيه بطاقتي الروحيه وعمرها ما تطفي ابدا غير لما انا بنفسي اللي اطفيها. بيستوعب لينج وقتها ان الوضع صعب جدا بالنسبه له وبيقول له انا مجرد طالب لسه ببدا حياتي، وبيطلب منه ما يتعاملش معاه بس بالطريقه الجديه دي. بيرفع الدميه الحمراء صبعه تاني وبيقول له انا بكره الاطفال الرغايين اللي زيك، وبعدها بيروح ضربه بالنار مره كمان. بس لينج هنا ما بيكونش عنده حل وبيضطر يستخدم الحاجز الواقي وبيصد الهجوم ده، لكن لان الهجوم كان قوي جدا فلينج برضه بيتاثر وبيطير لبعيد. الدميه الحمراء بيتحمس وبينبهر باداء لينج وانه كان مخبي حاجات عنده، اما لينج فهو بيكون قلقان لانه لو اتضرب كمان ضربه واحده بس بالهجوم ده فمش هيعرف ان هو يصده ابدا. ده غير برضه ان كل اللي معاه دلوقتي يبقوا 1024 نقطه ومش هيقدر يعد الدميه الحمراء. في الوقت ده الدميه الحمراء بيجهز 4 شعلات نار في ايده وبيضربهم على لينج، وهنا لينج بيتضايق جدا لان الدميه الحمراء عنده افضليه قدامه وهي انه بيعرف يهاجم هجمات بعيده المدى. بس في الحقيقه لينج كان مجهز اساسا قط موت ومخليه يتسحب ورا الدميه الحمراء وبيأمره ان هو ينفجر، وفعلا بمجرد ما الدميه الحمراء بيبص وراه القط ده بينفجر على طول. وعلى الجهه الثانيه فلينج بيتشقلب وبيقدر ان هو يتفادى الهجوم الاخير اللي كان جاي عليه. الدميه الحمراء بيتضايق جدا وهدومه بتبقى اتحرقت بسبب الانفجار، وبينتبه ان المهاره دي تبقى نفس مهاره شوجين وبيحس ان لينج كده كان مخطط للقتال من الاول. في الاثناء دي القائد بيكلم الدميه الحمراء في اللاسلكي وبيقول له لينج بيحاول دلوقتي ان هو ياخرك فحاول تخلص اللي بتعمله بسرعه. بيتضايق الدميه الحمراء اكتر واكتر بسبب كلام القائد وبيقول للينج اعتبر نفسك ميت دلوقتي، ولكن لما بيبص عليه بيكتشف ان لينج نط فوق الشجر اصلا وبيحاول يهرب منه بالطريقه دي، فبسرعه ما بيستناش وبيهاجم عليه باكتر من هجوم. بس وقتها هو بينصدم لان اللي كان شايفه عباره عن قطه موت بس مش اكتر. وفي اللحظه دي لينج بيكون اصلا اتسحب من وراه ومستعد عشان يهاجمه، وفي اثناء ما هو بيستعد بكل قوته بيقول للدميه الحمراء انا كنت عاوز اضربك مش بس عاوز اعطلك شبه ما قالك. الدميه الحمراء في الوقت ده بياخد الضربه وبيفضل يصرخ من كتر الوجع، فبيلف وبيشتم في لينج وبيروح ضربه ضربه هو كمان وبيطيره بيها لبعيد. لينج بيتألم جامد هو كمان من الضربه، وساعتها السيد هان بيكلمه بالتخاطر وبيقول له انت مستواك مش هيسمح لك انك تهزم الدميه الحمراء دي، وبيعرفه ان اهم حاجه بالنسبه له دلوقتي هي تعطيله لاطول فتره ممكنه. بيرد لينج عليه وبيقول له انا عارف الكلام ده كويس جدا لكن بالرغم من كده فانا برضه عايز ان انا اهزمه. في نفس الوقت ده وعلى الجهه الثانيه قوات الامن الخارجيه ومعاهم شي بيبقوا قربوا جدا من المكان، بس بيلاقوا في وشهم على طول في افراد كتير من العصابه، والافراد دول بيتكلموا معاهم وبيقولوا لهم احنا مش هنسمح لكم تعدوا دلوقتي. في اللحظه دي في واحد من الحراس بينتبه لحاجه فبيزعق وبيقول ان الدوده اتعالجت ورجعت تاني، وفعلا لو تشينج بيقف والدوده بتبقى وراه وبيقول الدوده دي كانت صابت بس بسبب اهمالي، لكن دلوقتي بقى انا هحرسها بنفسي وما فاضلش بس غير 5 دقايق وخطتنا تنتهي. السيد يان بيحس باحباط جدا وبيقول ان فعلا شكل الوقت فات خلاص. وعلى الجهه الثانيه فلينج مش بيكون قادر وبيتصاب بنيران الدميه الحمراء وبيقع على الارض، ووقتها فلو تشينج بيكلم الدوده هيلا وبيطلب منها تتحرك يلا دلوقتي، لكن المفاجاه ان هيلا برضه بتكون بتتالم جامد ولو تشينج بيقعد يتساءل عن اللي بيحصل دلوقتي. وهنا لينج بيبص على الدوده دي كانه كان مجهز حاجه من الاول، وفعلا لينج كان مجهز حاجه لان لما لو تشينج بيبص على بطن الدوده بيلاقي ان فيها قطه موت، وفي الوقت ده لينج بيصرخ وبيأمر قطه الموت انها تنفجر، وفي ثانيه القطه دي بتنفجر وهيلا مش بتبقى قادره تتحمل الوضع. لو تشينج بيتضايق جدا وبيفقد اعصابه لانه كان لسه معالجها حالا. على الجهه الثانيه السيد يان بيطمن شويه وبيكون منبهر جدا بسبب ذكاء لينج هو كمان برضه بيكون مبسوط وبيقف وسط النار اللي في الغابه دي وبيقول كويس ان خطتي نجحت. في الوقت ده قائد العصابه بيبقى شاف كل اللي حصل فبيتعصب جدا وبينصدم من لينج وبيقول له انت حياتك دي لازم تنتهي حالا خلاص لانك تعبتني جامد. لينج فعلا بيتألم من كل الضرب ده وحرفيا وشه
الوش كله بيبقى وارم. لكن هنا بقى النظام بيعرف لينج ان مهارة الاستحواذ بقت جاهزة عشان تتفعل على الدمية الحمراء، وده لان نقاط لينج كانت زادت ووصلت لحد 1104 نقطة. وبكده فلينج بيقعد يضحك لان خطته مشيت زي ما هو عايز. وهنا هو بيركز على الارض وبيستعد في مكانه وبينطلق وبيستخدم مهارة الخطوة الخفيفة. الدمية الحمراء بيستغرب وبيقول للينج انت عاوز تخش معايا في قتال خاسر مرة تانية ولا ايه؟ لكن في اللحظة دي وفجأة بيجي هجوم عبارة عن هالة سمراء وبيعترض طريق لينج على طول. لحسن الحظ لينج بينتبه للهجوم فبسرعة بيتفاداه، بس برضه هو بيتخبط وبيطير لبعيد. وهنا الدمية الحمراء بيتضايق قوي لانه عارف الهجوم ده يبقى من مين، فبيلتفت وبيبص على القائد وبيقول له انت المفروض كنت سامح لي ان انا اللي اتعامل مع لينج. القائد ما بيردش عليه وبينزل للمكان وما بينطقش باي كلمة. وساعتها فلينج بيرفع راسه وهو عمال بيتألم وبيحس ان نهايته خلاص قربت. وفجأة القائد ده بيبص للينج بشكل مرعب جدا وبيقول له على فكرة انت اكتر شخص مزعج هنا. لينج بيفضل ساكت وبعدها بيبدأ ان هو يهدى شوية وبيروح مكلم القائد ده وبيقول له اتوقع انك المفروض توقف اللي بتعمله يا معلمي جو يون.